أهلا وسهلا فيكم مشاهدين بودكاست ملفات. ملفاتي اليوم غير ملفات هالأسبوع، ملفات حساسة جدا، خلني أقول عنها غريبة بما أنها هي تخص السحر والشعوذة والتهديد والابتزاز والدفاع الشرعي. ضيفتي اليوم محامية متمكنة ومتمرسة في مجال المحاماة. ضيفتي اليوم المحامية زهراء حسن. أهلا وسهلا أستاذة. أهلا وسهلا. بداية في بودكاست ملفات راح نمر على العديد من الملفات. ملفنا الأول اليوم السحر والشعوذة. من الناحية القانونية شلون ينظر القانون البحريني أو القوانين عموما إلى قضايا السحر والشعوذة؟ قضايا السحر والشعوذة نقدر نقول من أصعب القضايا اللي ممكن تدخل القضاء أو تدخل المحاكم أساساً. في قضايا كثيرة في البحرين، مو كثيرة جدا، يعني في عدد لا يستهان فيه، بالإضافة إلى موجود قضايا في دول الخليج أيضا، حتى في تركيا طلعت الفترة الأخيرة موجود قضايا في تركيا. موضوع السحر موضوع شائك وصعب جدا في الإثبات. هذا أزيد شيء تواجه فيه مشكلة، إن أنت تثبت إن أنت تعرضت للسحر والشعوذة أو ما إلى ذلك. هاي اللي يميز هاي النوع من القضايا في درجة صعوبتها على كل مراحل الدعوة، بداية من مركز الشرطة إلى النيابة إلى المحكمة إلى ما يصير في محامي، صعبة على الكل فعلا. أستاذة، شنو اللي جذبش إلى هالنوع من هالقضايا؟ مع أن تعرفين أن هي قضايا شائكة وقضايا صعبة ويبقى لها بال طويل جدا يعني. هي واجد صعبة. وفي أحد المحامين الكبار في المهنة، يعني في عمر الوالد، كان يقول حقي شلون جتش الشجاعة أن تاخذين هاي القضية اللي اشتهرت خصوصا الفترة الأخيرة. فخذيت بعد استشارات قبل وبعد ونشرت قضية في حسابي غريبة جدا مشابهة إلى السحر والشعوذة. فكنت أقول إلين أني أحب أتعب في الشغل وأحب أن أني أعيش هاي حالة المغامرات. هاي من أحد الأسباب اللي خلتني أختار هاي المهنة، فما عندي مانع. فهو كان يقول أنا مش ماخذها، هاي قضية تعبانة ومتعبة، يعني جدا متعبة. برايش ليش ما زالت هذه القضايا موجودة في مجتمعنا مع هالتطورات اللي قاعدة تصير؟ يعني إحنا اليوم مجتمع واعي، مجتمع مثقف. ليش إحنا قاعدين نشوف أمثلة جدا موجودة من الدجالين، من السحرة اللي يتعاملون بالمعنى الدارج، يعني العمل اللي قاعدين يسوونه يعني دشين الانستغرام تحت بوست خبر ما له شغل لف السحر والشعوذة، الشيخ روحاني فلان الفلاني وكذي. واو. لأن يحصلون إليهم ناس تصدق وتتواصل. فما زال هاي خصوصا التعليقات اللي قلتها تلاقي إن تطور الأمر، وهاي التطور إلى إيجابية وسلبية. الإيجابية صارت إن في سرعة الانتشار صار في ناس ممكن هي تصدق هاي الأمور وتوصلون إليك إلى التعليقات في بوست ما له علاقة، في بوست نازل في جريدة تحت كاتب فلانة أم فلان ما أدري شنو بالضبط. شغلة الثانية صار في فايدة هم ما يعرفونها. تعاملهم مع التكنولوجيا خلاهم ينصادون على فكرة، يعني بشكل أسهل من قبل. حق الجرائم الإلكترونية سهل صار إن أنت تتبع هاي الحساب. إذا بنتكلم عن القضية اللي انتشرت وانشهرت اللي اشتغلت عليها، كان من أهم الإثباتات التحويلات البنكية. كان في تحويلات بنكية بناء على أعمال السحر والشعوذة اللي هو كان يسويها حق المجني عليه، فكان يدفع بمقابلها. كان في دفعات كبيرة كاش طبعا، يعني هم يحتالون، والاحتيال يحتاج شخص عنده شيء من الذهاء. فجزء من هاي التحويلات كان عن طريق البنفت، وقت اللي ما يقدر يشوفه بس لازم يستفيد منه. حصل إليه أحد ممكن إنه يعيله في حياته من A to Z نفس ما سوى موكلي للأسف يعني. فكان بعض الأشياء تتحول بنفت، يعني بعض المبالغ. فهاي من أحد الأمور اللي أسعفتنا جدا يعني في هاي الأمر. فالتكنولوجيا صايرة فعلا ذو حدين يعني، وقدرنا نصيد على هاي الموضوع. وأيضا من خلال محادثات الواتساب كانت ارتكزت عليها الأدلة. هل اليوم الناس اللي قاعدة تلجأ، هل هو قلة وعي من الناس أو هي واثقة في هذا الشخص اللي راح خلينا مثلا نقول
يشافيني، هم يعاملونه كنا دكتور، يعني انه كنا بيشافيهم، كنا بيحل لهم ازماتهم، بيحل لهم مشاكلهم. هل هو قله وعي من الناس؟ أنا أشوف أنه ممكن يكون في قلة وعي، صح، وقلة ثقافة، وأيضا والموضوع جدا يعني شلون نشرح، الموضوع واجد عميق، بس إحنا إذا بنقدر نختصره كل إنسان مختلف في درجة الوعي والثقافة، ولكن أيضاً في شيء اسمه الثقافة المجتمعية. يعني يمكن إحنا نرجع لمربع السؤال الأولي، إنه وش الأشياء اللي تخليني أكافح في هاي الموضوع، اللي هو كنا إحنا مسلمين، الخلفية المسلمة اللي عندي اللي ما تقبل بالسحر والشعوذة، اللي كنا ناس ما نعرف السحر والشعوذة يعني شرك بالله. صحيح. هاي الصورة تكونت عند الناس لأن عندها باك جراوند ومعلومات إن السحر مذكور في القرآن، إن في المذهب السني موجود في الكتب والمصادر المعتبرة في المذهب، إن الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد، إن الرسول تم سحره أساساً، إن انسحر الرسول، فهي موجودة في المذهب السني. إحنا المذهب الجعفري ما في إن الرسول تعرض إلى السحر، ولكن في أحاديث تتكلم عن السحر، وفي بعض الأحاديث لبعض الصحابة إن جزاء الساحر ضربة واحدة، وفسرها بعض الفقهاء إن الضربة معناتها إن أنت تعدمه خلاص، أي واحد يدعي السحر والشعوذة يتم إعدامه في الإسلام في بعض المصادر يعني. فهاي الأمور يكون أنت عندك على قولتهم قاعدة وتبني عليها، وبعدين القاعدة إذا صارت مو صح تبني عليها غلط. فهاي اللي صار عند الأوادم. السحر مذكور في القرآن، يذكرون لك الآيات اللي تقول مثلا يفرقون بين المرء وزوجه، فخذوا الآيات وقاموا يأسسونها غلط في حياتهم، خلوها مبرر. أو لربما هي طبقة تفكيرهم كذي. يعني في ناس يجونك، يعني أتكلم إياهم جتني استشارات قضايا، هم يعني بسطاء، ممكن أن تنطلع عليهم هاي الخدع، وفي الحقيقة هو يعني بس هو عنده فكرة، الطرف الآخر يستغلها بالاحتيال. علشان كذي قانونا غالبا ما السحر والشعوذة تكون وياه تهمة ثانية وياه دائما، وهي الاحتيال. سحر والشعوذة هاي بروحها، ممارسة السحر والشعوذة هاي الممارسة بروحها جريمة بروحها، وياها دائما ما تتزامن، وغالبا الاحتيال، لأنه ما في حقيقة أساسا حق هاي الشيء. ما في أحد ممكن إنه يلبي طلبات نفس المارد السحري يسوي لك اللي تبغيه يعني، فهو احتال بالنهاية. وبعد في نقطة حلوة قلتها، غالبا ما يكون الشخص على دراية فيك، يعني في بعض القضايا يكون صديق، فجأة يقول إنه صاحب، إنه عالم روحاني وصاحب مرتبة معينة بطريقة ما، يستغل مثلا السادة بعضهم يستغل قربه ونسبه من الرسول حتى يجي يقول لك أنا سيد وأحلم وكذا، وجتني رؤية فعلا، فياخذ المناطق النقاط الضعف اللي عند الطرف الآخر ويوظفها إلى مصلحته. فيكون في شيء من الدهاء مو طبيعي، على معرفة جدا بالشخص اللي قدامه شلون يقدر يسحب إليه الموضوع يعني. قبل لا أنتقل وأكمل أسئلتي، في قضية أنت مسكتيها، خلنا نقول تقريبا يعني إجمالي المبلغ كان 100,000 دينار. أنا ما بكمل بس موضوع عدها. تقريبا هو 100,000. يعني قضية غريبة عجيبة، لأن الشخص هذا الجاني يعني ما احتال فقط اكتفى بشخص واحد من الأسرة. هاي كان عشان نشرح الدهاء شلون صاير، والشخص لازم يلتفت. تعرف على يعني أنا موكليني اثنين، مرأة وزوجها، فهو بالبداية تعرف على أخت الزوجة، من أخت الزوجة تدرج وصل حق أختها، من ثم حق رجلها، وصار صديق إلى رجلها. أبو طلال الحمراني في قناة اليوتيوب قال القصة مو كلها صحيحة، بس جزء منها كان صحيح. يعني القصة كذي بدأت بالتدريج. هو أخذها كمصدر معلومات، قال لها كلميني عن خواتش، بدكم سحر عائلي، وشاف من هي من الخوات اللي ممكن تملك بيت أو تملك مبلغ أو عندها شيء، وأخذ معلومات كافية عنهم. يعني
درسهم عدل بالضبط، درسهم زين ما زين. وبعدين قال فلانة بالذات هذه اختش قولي ليه إن في سحر وفي هذا وفي، ومنها بس بدأت السالفة بدأوا يصدقونه ويمشون وياه ويتكلمون وياه لحد ما وصل إنه في يطهر الأغراضهم من الجن، يطهر الذهب من الجن. يقول لازم ياخذ الذهب عنده يقرأ عليه ويرجعه ويروح الذهب وما يرجع. وبعدين هاي اللي صار ويا الأرض، إن الأرض كان لازم يتم تطهيرها من الجن والسحر، وما تطهر إلا إذا تحول الاسم، لازم تتحول باسم الساحر أو المعالج الروحاني على أساس إنه يقدر يكمل. يعني حين الجن بوثقون إياه وثيقة الأرض إذا ما تغير الاسم في وثيقة الأرض ما تطهر، ما تصير. فهاي كان من أغرب الأشياء اللي مرت علي فيها. أنا كله تقريبا ما استغربته كثر ما إن أنا استغربت إنه هو يعني كان عنده هاي الطاقة العجيبة الغريبة إنه يسحب كل هذا من عندهم. يعني عنده قدرة كبيرة على أنه يقنع الطرف الآخر ويدرس مخارجه ومداخله. يعني مو بس الأخت تضررت ورفعت قضية ومشت القضية في المحاكم، يعني حصلت حكم بس ما كملت. يعني هي تحتاج صبر. احنا خذينا تقريبا 1.5 سنة وما زلنا إلى الآن في إجراءات بنحاول أن احنا نرجع المبالغ ونثبت ما تبقى من هاي الأمر. فأنت تتخيل إن 3 أشخاص عرف المداخل والمخارج ليهم شلون يفكرون، شلون أقنعهم وآخذ من عندهم. فهاي الشيء أكثر شيء اللي اللعبة الأكبر من سالفة المعتقدات. أي شخص سهل أن يكون عنده معتقد أو ما عنده والدخله إليه مو صعب، وهذا اللي يقوم عليه الإعلام أصلا يعني صحيح. فهاي مو واجد صعب، الصعوبة في أن أنت تنتزع منه هاي الأمور. للأمانة اللي مروا علي أغلبهم من ضمنهم في هاي القضية يقولون أنا ما أقدر أكذبهم ولا أصدقهم، ولكن أقدر أقول إنه ممكن يكون صح، ليش لا؟ وهذا اللي قلته إلى القضاء حتى. يقولون إن لما يشربون الأشياء اللي هو يعطيهم إياها، يشربون عسل، يعطيهم عسل قيمته 80 دينار 100 دينار، لما يشربونه يحسون بتغيرات كثيرة. هل هاي التغيرات علميا بسبب الاعتقاد مبرمج مخهم أي شيء تاخذ من عنده فأنا بصير زين أو أنا في حالة معينة؟ ممكن يكون مجرد برمجة عصبية نفس ما نعرف، يبرمج نفسه على أنه يعيش هاي السعادة ويعيش هذا الخير، قاعد يقص على روحه. يعني ممكن جدا اللعبة تكون نفسية ولعبة برمجة عصبية فقط لا غير. ولكن إذا بترجع حق مصادرنا وإن إحنا مسلمين وإنه مذكور في القرآن، ليش لا ما يكون هذا الكلام صحيح؟ لأن حتى الأنبياء لهم قصص مع السحر يعني، والسحر موجود يعني من زمن طويل جدا. وأنا الفترة الأخيرة صرت مهتمة جدا واطلعت إنه في قضايا نفس ما قلت في البداية في تركيا، موجود في أفغانستان، تايلاند، يعني خصوصا السحر الأسود موجود في الجزائر، في المغرب، وفي قرى معينة فوق الجبال وثقها واجد من اليوتيوبر بعد راحوا. يعني ليش قلت يوتيوبر؟ مو إنهم مصدر، ولكن راحوا في الفترات الأخيرة آخر 2-3 راحوا زاروا هذه الأماكن وقعدوا مع ناس أساساً تمتهن هاي الأمور، ويجون إليها ناس تدفع مبالغ خيالية على أمور معينة، يعني أشكال وأنواع يعني من المعتقدات. واجد الموضوع يبالي بروحه يعني بحر. شنو أبرز التحديات أستاذة اللي تواجهونها أنتم كمحامين وكقضاء في إثبات السحر والشعوذة؟ هذه هني إن إحنا ما نقدر نثبتها يحتاج قرائن وياه واجد. يعني أنا ما أقدر أقول بس محادثة الواتساب كافية، ولا أقدر أقول بس تحويلات البنفت كافية. يعني لازم يكون في تحقيق، النيابة تحقق مع الشخص في أسلوب معين يستخدمونه الوكلاء، نقدر نعرف عنه يعني أنه هاي الأسلوب نقدر نعرف عنه أنه طريقة انتزاع الاعتراف. هذه فن وهذا تخصص بروحه، هم مختصين فيه كسلطة تمثل المجتمع تنتزع الاعترافات من عند الجاني. الملابسات والقرائن، يعني شنو صار من ظروف القضية اللي ممكن من خلالها أصدق إن هاي المبلغ اللي تحول بسبب السحر والشعوذة مثلا.
خاصة لما يكونون أصدقاء، في صعوبة عندي إني أثبت. أجي مثلا أشوف في محادثة واتساب تثبت إن هاي المبالغ كانوا يخصون هاي الشيء، أجيب شاهد يشهد إنه فعلا صار هذا الأمر، ولازم يكون كله في تسلسل منطقي وواقعي وحقيقي في الموضوع. يعني إحنا أسعفنا جدا ردود الجهات الرسمية إن في تحويلات للأسامي فعلا في الأرض، في تحويلات فعلا حق سيارات. فهاي اللي أسعفنا إن في على أرض الواقع شيء واضح وجلي، يعني إن في مشكلة، في شيء قاعد يصير غريب. واحتجنا أيضا حق المحكمة، احتاجت حق خبير محاسبي يحسب المبالغ اللي دخلت وطلعت للحسابات ويفرز الأمر بحسب أقوال الطرفين. فهني اللي يعني الصعوبات هني تكمن في شلون إن أنت كنا عندك لغز بالضبط، كنا قطع ليجو شلون تركبهم مع بعض. هذا اللي يصير في أغلب القضايا، ولكن إلا قضية السحر والشعوذة بسبب صعوبة الإثبات فيها، نفس ما يقول لك أنا شربت عسل، خذيت من عندي عسل ب100-200 دينار وصار فيني كذا كذا، حين شلون يعني أثبت إنه فعلا تعرض إلى هاي الأمر؟ هني المشكلة. بس يقدر القانون يتوقف عند الحقيقة، حقيقة إن أنت بعت مثلا شيء روحاني تسميه أو شيء وهو من ضمن الاحتيال أو الشعوذة، خدت عليه مبلغ باهظ جدا. ممكن العسل هذا قيمة مو عسل أصلا ومغشوش، يمكن شيرة، يمكن قيمته دينارين، يبيعك عسل ب100 دينار وهو لا هو نحال ولا هو مصنع ولا هو أحد، ويجي يقول لك إن أنا قريت عليه آيتين 3 أو يعطيك مثلا الحجابات هاي اللي دارجة جدا، الأحراز والحجابات اللي ملوتة بواجد أشياء وما تدري شنو مكتوب داخل، وإذا تفكها يبقى لك يمكن يوم كامل تبطل فيها، وإذا بطلتها تكتشف إن فيها كلام غريب، طلاسم، له قرآن، له أي شيء، يعني صعب جدا. يعني ممكن نقول إحنا عندنا في المذهب الجعفري في أحراز، ولكن أحراز مفهوم مش مكتوب فيها، وتكون دائما أقرب إلى الدعاء، ما فيها شيء، أو حتى آية الكرسي يعني تكون موجودة. رحم الله والديك، بالضبط. يعني وحتى هو كفكرة، يعني فكرة إنه يطبع عليك من أي، استغفر الله، يطبع القرآن ويلوته ويلفه إليك ما أدري كم لفة بحيث ما تقدر تبطله ويعطيك إياه وتدفع عليه مبلغ وقدره. ليش؟ أخذ قرآن صغير وحطه في شنطة، انتهى الموضوع. يعني في شو أقول لك، يعني ناس والله تفكيرهم يعني شلون ما بقول لك لا تفتحه، وإذا فتحته بصدق شيء مو زين، في ناس تصدق. والله أستاذة شوفي، أنا من الناس اللي دائما أحب أقعد على البحر، إنزين انصدم ساعات أشوف أشياء غريبة والله العظيم. إذا المايه رايحة خلنا نقول، أشوف ساعات غرشة فيها كتيبة فيها شيء أبيض داخل، هي خلقة أنا مو فاهم هي شنو بالضبط، إنزين بس أخاف أقرب صوبها، يعني شخصيا أخاف، يعني الحين إيش دراني يمكن يصيدني شيء منها. وكلها فلاتيف في البحر، يعني لا بالله مسخين البحر لا بالله سحر وشعوذة. تشوف اللي تشوفه في البحر ممكن يكون أحد هاي الأعمال مو غلط، وممكن يكون مجرد نفايات، لأن الأوادم واجد يقططون في البحر أشياء. ويعني يا ريت بعد الحين هنا اللي يسمعونا يعني رجاء، يعني إلا الصافي البحرين مميز خلوه في حاله. يعني واجد قاعدين يرمون أشياء في البحر بدون. وفي الفترة الأخيرة ذكرتني أحد المشايخ تكلموا إن نظفوا المقابر وشافوا في المقابر في أشياء غريبة، يعني ممكن تكون نفايات بعد فعلا احنا ما شفنا بعيوننا يعني، ولكن نقلوا ان في اشياء غريبة انشافت هي اقرب الى السحر يعني. فاني اقول ممكن، ما اقول ان هاي اكيد نكون انه يكون سحر، ممكن تكون مجرد نفايات، لان الناس مي رحمة ولا مكان، لا البحر لا المقبرة تقططون الاشياء. وخاصة الاشياء اللي تتحلل يروح عليها وقت وفي مقبرة ورمل، واحنا ما راح نقول ان احنا اكيد ان هذا سحر وشعوذة، ولكن لا نستبعد ذلك. يعني مو في البحرين عندنا شهدت المحاكم التركية في السحر الأسود، وبعض محاكم أعتقد في باكستان مو متأكدة، الجثث يكون داخلها أشياء، ينبشون القبر ويحطون داخل. فمن كذي أقول لك ممكن تكون مجرد نفايات. ليش؟ لأن أغلب السحر اللي يقال عنه سحر أسود في الفترة الأخيرة لما قرأت، يخلونه داخل الجثث ويحفرون ينبشون القبور، يخلونه داخل القبر حتى ما حد يقدر يطلعه. ليش؟ لأن ما عندنا ثقافة إن إحنا نبطل القبور ونطلع الميتين
عرفت؟ فيعني أقرب لربما يكون الأمر للنفايات مو للسحر، لأن السحر هذا دائما ما يحرصون على أن ما حد يبطله وما حد يعرف عنه، غالبا يتم نبش القبور فيه. ذكرتني بمسرحية عبد العزيز المسلم الأخيرة، كان عنده أعتقد اسمها السحر الأسود. بعد كان كذي إنه يقول لها بطلي الجثة وحطي فيها السحر ولف فيها، لأن هذا موجود يعني عندنا الحمد لله في البحرين، لأني ما وصلني إنه موجود هاي الشيء، ولكن ما قمت أستبعد عقب القضية اللي جتني ولا سمعتها، واللي الاستشارات اللي جت عقب ما أستبعد، بس لربما أقرب إلى النفايات من إنه يكون سحر صراحة. شوفي استاذة، بقول اسم انزين وحطوا طوط بعدين ها. انزين في واحد في العراق اسمه انا كنت رايح العراق فترة من الفترات، فاللي جاي قاعد يقول لي ان في واحد شي في العراق ساحر، يعني انه يتعامل ويا جن ويتعامل عنده جن، يعني حط لي مقابلة، مذيع رايح يقابله. انزين الحين المصور في السيارة قاعد يصور، انزين والمذيع نازل بس بالمايك فينسمع الصوت، فيقول لي قال لي بند الكاميرا اللي في السيارة. زين يقول يعني اللي في الفيديو نفسهم قاعد يوضحون للناس انه هو صدق، شلون عرف انه هذا قاعد يصور. زين قاعد وياه داخل في البيت استقبله، قال لي ان انا اتعامل ويا الجن واتعامل ويا ذلين وشي. قال لي شلون يعني انت تشوفهم مثلا بالبساطة يعني؟ قال لي عادي الحين في واحد صوبك. المذيع نفسه خاف. يقول لي شلون تتعامل؟ قال لي بس وياك مقابلة. يعني قال لي السؤال اللي هو ذاك الساحر قال لي السؤال اللي ما يعجبني ما راح بتشوفني ساكت عنه، غير السؤال دايركت. فسأله سؤال قال لي شلون تتعامل، شلون تسوي السحر وهالأمور. قال لي إنه نفس ما تفضلتين جثث، مو بس جثث حتى حيوانات عزكم الله، ديتش. قال عادي يعني مثلا يبي شيء معين، يعني يطلب أشياء معينة، راس ديتش، هالأشياء. ومن ضمن الجثث، موضوع الجثث، يقول عنده ناس يروحون ينبشون القبر. إنزين هذا اللي ينبشون القبر يطلب منهم أشياء معينة، يعني آسف على الكاميرا، أعضاء معينة مثلا عين، جزء من المخ. فهذا يساعدني في موضوع السحر. اليوم الناس للأسف ما بقول الكل، ما بعمم طبعا، في فئة أنها هي دائما قاعدة تصدق هالخزعبلات. فإحنا اليوم سؤالي أستاذة، من المجرم اليوم؟ هل هو الساحر ولا اللي يلجأ إليه؟ يعني أشوف الساحر طبعا هو المجرم، مو اللي يلجأ إليه. ليش؟ هاي المشكلة واجهتها حتى في تعليقات الانستغرام على أخبار الجرايد. أشوف تحت أنزل، وهذا أثر واجد على نفسية الموكلين عندي لما انتشرت القضية. طبعا القضية أو بدون طبعا يعني القضية انتشرت بسبب أهميتها، بسبب غرابتها، وأيضا بسبب كمية المبالغ اللي فيها، مجموعة المبالغ. ففي قضايا حق ناس آخرين ما وصلت المحاكم أو تسكرت في مركز الشرطة، أو صارت عدم كفاية أدلة فيها. موجود بعض الناس قد يصلون إلى الشكاوي أو فقط استشارات المحامين أو بينهم بين بعض كمجتمع. بس المشكلة في الأغلبية، خلينا نرجع لتعليقات الانستغرام، كانوا يقولون إنه لو إحنا من القاضي نسجن المجني عليهم. ناس واجد تشوف هاي الرؤية إن إحنا لازم ذلين الغلطانين مجني عليهم هم الغلطانين. لا، أنا أشوف العكس تماما، الغلطان هو الجاني، لأن الجاني يستخدم أسلوب احتيالي. أولا في احتيال، في نصب، ففي احتيال وفي نصب. فالاحتيال والنصب هذا هو اللي أدى إلى النتائج الكارثية. ما أقدر أقول عنهم غلطانين، لأنهم ناس يعني ناس بسيطة انخدعوا، أو ناس تم خداعهم، أو في بعضهم ومروا عليه يدفع وهو يدري أنه يسوي عمل معين ولكن يعتقد بصحته، ويشوف أن اللي قاعد يسويه صح، شلون أجرمه؟ فهو حسن نية. في الأخير نفس ما قلنا، نرجع إلى قاعدة المعتقدات.
هو عنده قاعدة أساسية في معتقده كذا كذا، ولو صار فيها أخطاء، ولكن المحتال واللي ينصب وهو اللي يدري إنه في شيء غلط، المجني عليه ما يدري. المجني عليه حتى إذا كان يعني غلطان أو لجأ إليه واللجوء إليه خطأ، ولكن يعني ما أقول إنهم مو غلطانين في اللجوء، في غلطة في إنك تلجأ إليه، ولكن بعضهم يلبس لباس الدين والله عمامة والله، ويقول لك أنا بفتح في القرآن وأنا ما بذكر مناطق وأسامي وصلتني إنه يفتح بالقرآن. ما وش تفتح بالقرآن؟ مش تبطل وش بالقرآن يعني؟ والله أنا بجي يجون هاي من الأشياء. كان في فيلم وثائقي في جريدة الأيام لازم ينزل، صار لي أزيد من سنة ما نزل، بس بما أنه ما نزلون بقول لكم السالفة هني، بينزل أسرع على ما أعتقد. فهاي اللي صار في كيس وصل حقيقي وما زال موجود، خصوصا الكبار في السن عندهم بعض المعتقدات والأمور معينة، وخاصة إذا كان بعضهم غير متعلم قد يؤمن بهاي الأمور. في شخص يجي يقول إليك أنت عندك مشكلة في البيت، أحد مريض أو أحد يعاني من مشكلة نفسية أو جسدية، يجيبونه يذبح إليك ب120 دينار، يذبح ديك ويقرأ لك سورة الكرسي ويجيب ماي يفلته على كبر البيت ويطلع. يعني الحين هذا بحل المشكلة مثلا؟ بحل المشكلة. احنا جيك الإنسان هذا يؤمن ببركة القرآن، عنده حسن نية، يؤمن ببركة القرآن، يعني عنده صلة برب العالمين، يعني لا يعلم إن هاي التصرف اللي صار ما في ذبح فداء في الإسلام، في شيء اسمه ذبح الفداء، وعادة ما يكون ذبح أضحية نفس الحج، يعني لازم ولازم يكون لحم ويوزع على الفقراء والمساكين مو على الجيران. وبعد ديج جاي ذابح ديج، ليش ديج ذابح لنا؟ هل هو ذبح فداء في الإسلام؟ يمكن يكون ذبح فداء في الإسلام ما أعرف، بس إن الدارج في الإسلام إن الذبح يكون لحم يوزع على الفقراء والمساكين على أساس فيه خير. فهذا ما يحتاج تسوي أوردر عند الجزار، ما يحتاج يجيك واحد يذبح لك ديك، لازم عند باب البيت وما أدري وش يسوي وكتماي ويقرأ آيتين من الكرسي وشغل تلفزيون وانتهى الموضوع. 120 دينار ديك كم طلع عليه هذا؟ والماي اللي رشاه قاري عليه صدق لو مو قاري بعد. فيعني في شو أقول يعني، بس هذا صار وصلتني والناس قراب وصلتني وسمعتها يعني حقيقية، لدرجة كلهم دفعتون هالقد على ديك. إيه قالوا والله الوالدة مرة كبيرة في السن وهي حبت كذي سوينا اللي هي تبغيه، فهم انصاعوا إلى أمر الوالدة لأن أم وعاطفة فقبلوا يعني، لأن هي تبغي كذي. أشكال وألوان سوالف ما بخلص لو أجي أقول الأشياء اللي سمعتها عقب من مشاكل يعني غريبة جدا يعني. وفي أتمنى القضية اللي جتني الأخيرة تطلع إلى النور، تسمعون أغرب من كذي، أغرب من بيت، أغرب من فلوس، أغرب بكثير يعني. ولا أحد يمكن يجي في باله أن سابقا كان في هاي نوع من القضايا وشبه اندثرت يعني. هاي بعد بقولها لأن الفيلم الوثائقي تأخر واجد. أقول اليوم إحنا بنسمع هالقصص، أنا الصراحة هاي القصة يعني مؤسفة صراحة جدا يعني، وصلتني من أحد المتابعات إلي وبس. استغفر الله يا رب. تقول إن أختها على مشاكل إياهم وما تكلم البيت كله. ليش؟ أمها تؤمن بهاي الأمور، شيخ يقرأ عليها وودتها إلى أحدهم مع خالتها، راحوا حق شخص، وهاي القصة قديمة من كم سنة يعني مو الحين، قديمة فعلا قديمة. قال إنها تعاني من حالة نفسية أو ممكن يكون اكتئاب أو تعب أو أيا كان، ودوها إليه حتى يقرأ عليها وما أدري شنو يسوي وكذي. يعني بكتفي بمقطع يفهمنا كل شيء. طلب إنه ينفرد فيها وما حد يكون موجود، على أساس أعمال هاي الأعمال اللي بيسويها وبيقرأ عليها إذا أحد موجود كامل تبطل. فطلعوا الثنتين برا، الأم والخالة، وطلعوا برا وكانوا
كان موجود وهو وياها في هاي الغرفة للعلاج على أساس. طلعت البنية منهارة ومتعصبة ومتضايقة وتقول لها انتين وهاي حركات تسوينها مشكلة كبيرة ويا أمها مو مصدقة لبتها إن في شي غلط صار. تعرف ذاك لا انتي لان انتي اصلا تعبانه وانتي متعبتنا وياش وانتي متخيل ليش وما صار شيء وبالعكس وابدا مو مصدقتنها يعني ليومك. وهي ما تحاكي امها الى الحين لان انتي شنو يعني من اللي سويتين فيه كذي. بس امها غير مدركه انه هو سوى هاي الشيء او حاول انه يسوي شيء. فطلعت من البيت البنيه اصلا مو في بيتهم، طلعت وما تحاكيهم وما تكلمهم، عاشت بروحها. فبعدين عاشتي أحد من الأهل أو لا، باقي التفاصيل ما أعرف شنو صار، بس اللي متأكدة منه تماما في القصة إنه خلاص هي ما تحاكي بيتهم وأمها وطلعت على أساس إنه هي تقول إنه اللي صار كلش غلط، فهذا مقابل غير الأموال قد يلجأ إليه هاي الناس، مع أنه أكيد أخذ فلوس من عندهم أكيد. مستحيل يكون ببلاش، كان ما استقبلها مستحيل ببلاش أكيد. وهاي يجي شغلة ثانية بعد ذكرتني فيها، في نوعية تجي ما تطلب مبالغ. يعني أنا القضية اللي اشتغلت عليها وكذا استشارة جتني يطلبون مبلغ، ولكن في ناس ما تطلب، يسوون حركة وإحنا كشعب بحريني نعرفها، يقولونها ناس واجد. أنت ومدت إيدك اللي تشوفه، أنا ما أخذ ويأخذ بعدين، لا أنت تأخذ، الحقيقة والواقع أنت تأخذ، ولكن طريقة الأخذ مختلفة. ما حددت مبلغ، تخلي اللي قدامك يفكر كم يعطي. وأنا مرة صادتني يعني وجها لوجه، واحدة كبيرة في السن، كانت بالصدفة يعني قاعدة وياهم بالصدفة، جت واحدة تشتغل يعني عاملة منزلية، تشتغلي هذا البيت. جت العاملة المنزلية تقول حق واحدة كبيرة في السن قاعدة صاحبة المكان، أكيد تقول ليش ما أدري كذي وعطتها شيء. إلا تقول لها بكم، لا تقول لها، تقول ليش لا ما تبغي، لا ما يصير. لا تقول لها هذيك حتى هي متعلمة سنين قاعدة في البحرين، اللي تسوي لها ومدت إيدش اللي تشوفينه. عطتها يمكن 20 دينار أتذكر، 10 شيء مبلغ مو عود يعني، وراحت. لا مش السالفة، شرحوا إلي إن في واحدة في هاي المكان ما أدري شنو تسوي بالقرآن وتعطيك حجاب ما أدري شنو، ما تأخذ فلوس ولله في لله وما أدري وين. بعدين تكتشف لا، عندها قاعدة جماهيرية كبيرة وتمشي وتسوي هاي الأمور يعني باسم الدين وإليها شعبية ويصدقونها ويعطونها. ما تطلب، أنت وكيفك مدت إيدك اللي تقدر عليه. فيختلف اللي يقدر عليه من فلانة عن فلانة عن فلانة. واحدة بتدفع 5، واحدة 10، واحدة 20، كم واحدة بتجيها في الشهر تسوي لها كذي. وانتشر الموضوع، يعني ما أقدر أقول واجد تفاصيل، كل الموضوع مسجل ما أقدر أقولها، ولكن انتشر إلى قاعدة كبيرة غير المكان نفس القرية، توسع وتوسع وتوسع. يعني أنا أتمنى ما يصير انترناشونال بعدين يعني على التوسع اللي سمعته، يعني شكله بيوصل انترناشونال يعني، بس لأن استخدمت قرآن ماي ما يقرأ على هالسوالف. يعني هاي اللي بنفرق، الماي اللي ما يقرأ عليه يقدر أي شخص يقرأ على الماي، ولكن قد يزكي الآخرين رجل الدين كونه يعني إليه صفات معينة يعني غير عن الشخص العادي، فيزكون إن البركة فيه أعلى. لا، القرآن هو واحد وبركة القرآن واحدة يعني ما أعتقد إنه، لا أكيد ممكن يكون الأعمال والنيات فيها فرق، ولكن هي بركة القرآن واحدة. يعني اليوم هاي لأنه نوضح للناس أن السحر والشعوذة إلى في منه شيئين، يعني في اللي هو ساحر وعلني، وفي اللي يجيك باسم الدين، إن أنا رحم الله والديك بقرأ لك آية الكرسي وتعطيني 200 دينار بدفع لك راس ديك وهاي بعالج بتتشافى بتنحل كل أمورك. فيا ناس فرقوا. فلو أحد احتاج شي من هالأشياء، إن أحد يقرأ، روح حق شيخ دين، إمام مسجد، تعرفه ملا أي شيء، بس لا تروحون حق دليل اللي في الانستغرام لجلب الحبيب ولا طرد الجن ولا طرد بطيخ، يعني ما بيحلون لكم هالقضايا.
خلصنا الملف الأول، راح ننتقل إلى الملف الثاني وهو الدفاع الشرعي. اليوم كيف يعرف شنو مفهوم الدفاع الشرعي عشان نوضح المشكلة؟ أوكي. الدفاع الشرعي مفهومه بأن قد احنا بشرحها كلش بشكل مبسط، أن حينما يتعرض أي شخص إلى خطر، الدفاع الشرعي معناته أو مفهومه بشكل مبسط جدا تعرض شخص ما إلى خطر، هذا الخطر بنفسه أو ماله أو خطر يتعلق بأحد موجود في نفس المكان اللي هو فيه، فهذه تقوم حالة الدفاع الشرعي. من شروط حالة الدفاع الشرعي بأن يكون هنالك نسبة وتناسب في القانون، من شروطها النسبة والتناسب، وأن يكون هنالك خطر بتعبير قانوني حال ومحدق. الحين نجيب على مثال حتى نشرح. مثلا نمشي في الشارع، في شخص لربما معصب أو متضايق أو شيء، تهاوش شخص ثاني يطلع إليه بدايركت سكين مثلا، هاي السكين اللي في وجهه خطر حال محدق، هني تقوم حالة الدفاع الشرعي. ممتاز، قامت حالة الدفاع الشرعي، فهذاك رد عليه باليد أو نفس الشيء بسكينة ثانية لو كانوا في مطبخ أو في شارع أو صوبهم مثلا أغراض بنفس النسبة وتناسب، نفس الشيء. المهم أنه يدافع عن نفسه. أيوة. يحق له أنه يدافع عنه، عنده حق أنه يدافع عن نفسه، ولكن بأن يكون الخطر شروطه بأن يكون حال ومحدق. هاي الشروط اللي احنا نقول عنها يعني يمكن يكون تكنيكال نسميها أو عشان نقول أو ضرورية جدا في الدفاع الشرعي حتى تقوم حالة الدفاع الشرعي. كمثال ثاني حتى احنا نفهم يعني وين، يعني بمشي بالأمثلة مواجد بنتكلم فيها عشان الناس تعرف. في قصة انتشرت في الجريدة من زمان، من قبل الكورونا، حتى من قبل هاي الحقبة، في حسابين إخباريين مشهورين جدا جدا، يعني يتابعهم عدد كبير، وهم اثنيناتهم عندهم صلة بالصحافة، وواجد زعلانين مني على ما أعتقد بالذات بسبب هاي الأمر. هاي المثال اللي أنا بقوله بيوضح الدفاع الشرعي وضوح مو طبيعي. أول أنا يعني متيقنة وبال20 أبصم هاي المعلومات ما حد قالها من قبل حق العامة، والعامة ما يعرفونها، بس أنا أتمنى أن هاي البرنامج يكون خير إلى الناس حق تفهم وتعرف، ويكون نصحح الأغلاط اللي سووها الآخرين للأسف، يعني خصوصا هاي الحسابين، لأن حسابين مشهورين جدا وإخباريا يعتمدون عليهم شريحة كبيرة حتى من إخواننا الخليجيين. ندخل في الموضوع. هاي القصة كامل أنا بشرحها نفهم منها ممتاز شنو يعني دفاع شرعي، شنو الأغلاط اللي ممكن تصير في الدفاع الشرعي. في واحد كان قاعد في بيتهم، لا إليه ولا عليه، بيبان مبطلة وصاك الباب، دخلوا عليه 2 آسيويين في حالة سكر. دخلوا شاف ناس غريبة في البيت، استغرب، يعني خير أنت قاعد في بيتكم يدشون عليك 2 آسيويين في حالة سكر. هذين الاثنين ما سووا ولا شيء على ما أعتقد حسب حيثيات القضية، يعني ما عندي الملف، هاي مو ملفي يعني ما جودته، بس انتشرت في الجريدة بتفاصيل، وإذا مو في الجرايد في الإخبارات. المهم تابعت يعني التفاصيل حسب اللي طلع من الأخبار من الصحفيين. هاي الاثنين دخلوا ما اعتدوا على أحد، بس دشوا البيت، فقط دخلوا البيت في حالة سكر، دشوا ما اعتدوا على أحد، ما باقوا، بس دشوا توهم داشين. واحد منهم حسب ذاكرتي إذا مو أنا غلطانة، وهاي التفصيل مو مهم قانونا، راح الحمام، سواء كان راح الحمام أو ما راح الحمام هذا مو مهم. أنت دشيت الحين، أنت دشيت البيت بس لحد الحين فعله لا يكون إلا جريمة واحدة، هي جريمة دخول مسكن بدون استئذان أو دخول مسكن عنوة. حتى لو الباب كان مبطل ما يحق لك تدش بدون استئذان لبيوت الناس، هذه جريمة موجودة. والجريمة الثانية وجودها في حالة سكر في مكان عام، فوجودها جريمتين على الآسيويين، انتهى الأمر. شنو الغلطة اللي صارت وسببت مشكلة كبيرة في البحرين يمكن حتى؟
عند الناس. أنا بالنسبة لي أشوفها مشكلة، يمكن الآخر ما يشوفها مشكلة، أنا أشوفها معضلة حتى، يعني واجد زعلت عليها وأخذت من عندي وقت وجهد ومشاكل مع زملائي حتى. رب المنزل اتجه وين يوم شافهم بهالطريقة؟ ركض راح المطبخ، أخذ ساطور وضرب واحد من الآسيويين، ضربه سبب إليه عاهة مستديمة في عيونه، لربما من 10 إلى 20 حسب ذاكرتي، يعني في عاهة مستديمة سببها إليه في عيونه. انتقلت المسألة إلى المحاكم. المحاكم أكيد جرمت حالة السحر، عذرا أكيد جرمت حالة السكر، وجرمت الدخول إلى مسكن عنوة. ولكن اللي لفت العامة والصحافة إن هذا يدافع دفاع شرعي. شلون تحولونه محكمة وتقولون إنه هو سبب مشكلة حق الآسيوي في عيونه؟ شلون؟ مو حالة دفاع شرعي؟ شلون تسوون كذي؟ شنو هالقضاء اللي يسوي كذي؟ وبدت الناس تعلق وتكتب وصار في زعزعة. يعني بالنسبة لي هذه زعزعة كبيرة للأمن. وأمانة لو أني أكون في مكان سلطة وما أكذب، لو أني عندي سلطة ذاك الوقت أحاسب هاي الحسابين بالذات، لأن سببتون لي مشكلة في المجتمع تتعلق بالأمن وثقة المجتمع بالقضاء. مو لأن أني محامية بقول أدافع عن القضاء وأحب القضاء وأني أصلا أصير قاضي وقاعدة أتقرب من لا مو هاي قصدي. لا، اليوم إذا تنشر معلومة لأن أنت صحفي أو أنت إخباري تبى تقول لي معلومة تخفي فيها جزء من الحقيقة عشان بس متابعات ومشاهدات تحت وتفاعلات وتعليقات، لا. الإعلام رسالة، الإعلام مبدأ. شنو مبدأك أنت لما تنشر تقول للناس روحوا شوفوا القضاء خلى فلان لأن ضرب هذا داش بيتهم السكران الآسيوي؟ شنو يعني؟ أولاً ما يحتاج العنصرية، سواء كان آسيوي كان بحريني كان شخص تواجد في حالة سكر، إنسان تواجد في حالة سكر. هني جت المسألة القانونية اللي احنا نسميها النقطة أو النكتة القانونية المهمة في الموضوع. لقد تجاوز حالة الدفاع الشرعي، هذا اللي شافه القضاء. وأنا كمحامية، كوحدة عندها خبرة في المحاماة، وأيضاً عندي بكالوريوس القانون، أقول إليك إنه فعلاً تجاوز حالة الدفاع الشرعي. وهذه الجريمة موجودة نصاً في بعض القوانين العربية، اسمها التهمة تجاوز الدفاع الشرعي. أن تتجاوز، نرجع للبداية، لازم يكون في نسبة وتناسب. هذا سكران دخل بيتكم، لا ضربك، لا راح حجرة البنات، لا باق شي، لا كسر شي. ويقال في قضية مشابهة صارت إليها، ما أتذكر عشان أكون واقعية وصادقة، يا هذه القضية واحدة ثانية صار فيها نفس الشيء تقريبا، حتى قام يقول للآسيا ولا سوري بابا سوري بابا، وانتشرت القصة إنه يقول سوري بابا. إيه هو ممكن يكون يعني هاي بعد ندش فيها تفاصيل واجد ثانية، إن في ناس يسكرون يفقدون الوعي تماماً، وفي ناس سكرتهم ترى شوية واعي. يمكن تقعدي واحد تتكلم وياه ما تدري إنه سكران لما تشم الريحة، بس هو الوضع طبيعي وياه، عرفت؟ فما سوى إليك شيء يخليك تاخذ ساطور وتكفخ فيه. طالعة برا البيت، اتصل للشرطة أو حبسا زين في غرفة في أي مكان خلاص. بارك الله فيك. ما توصل إلى حد أن أنت تاخذ ساطور وتضربه. القضاء في هاي الحالة حط باله أنه تجاوز الحد الشرعي، ما في نسبة وتناسب. هو دخل عليك بسلاح عشان تروح تجيب له ساطور تروح عيونه. يعني ما أقدر أقول إن لا الله ابتلاه صراحة وما عرف إنه شلون يتصرف. الله يلوم اللي يلومه، يمكن توتر فعليا. إيه رحم الله والديك، بس مو مبرر ان انت يعني الحين انا لو مثلا شخص مثلا يمكن داش يسأل، يمكن جلس بيتنا مبند، حط 60,000 احتمال. رحم الله والديك. مو لدرجة اني ساطور يعني اروح عيونه. فهني نتكلم يعني وين حالة دفاع شرعي ويعني وين نسبة وتناسب. وفي نقطة مهمة أنا بعد ما قلتها، يجب أن يتعذر الوصول إلى السلطات العامة حتى تقوم حالة الدفاع الشرعي. ليش أنا قلت لما واحد يوجه لي توجه وتجيب السكين على راسك أو على هني؟ ليش؟ هني أنا ما عندي وقت أخذ تلفوني واتصل الشرطة، لا ما عندي وقت. هني لازم أدافع، ما في chance.
فهذه حالة الدفاع الشرعي. كذي أقول إن في حالة دفاع شرعي. وصارت في قضية أخرى وحضرتها وكنت في المحكمة قاعدة وأسمع، وأتذكر حتى المحامي اللي دافع نفس القصة بعد بالضبط. بعد في اثنين سكرانين أو واحد دخل على بيت ناس وش اسمه يبي يدخل يعني. الأبو شافهم، كان الأبو موجود، دزاه، ضربة دزاه طيحها على الأرض، طاح على الأرض، وهذا الرجال تيسر غيبوبة. بعد تم تحويل الشخص إلى المحكمة. ليش دزيته؟ الدزة هذه اللي على الأرض راح فيها غيولاوة، ليش؟ وهذه بعد بيدخل فيها تقرير إلى الطب، إلى الأطباء، إن في هاي معلومات لازم ما أقولها كلها، بوقف لهني يعني. في شيء نفس ما قلنا يختلف من حالة السكر الشخص المعتاد على السكر من الشخص الغير معتاد، طريقة الاستجابة تختلف في الدماغ. فهاي الطيحة اللي صارت شوي أوفر، لربما ندخل غيبوبة نطيحة على راسه ليش؟ لأن الواحد لازم يحاسب في حالة الدفاع الشرعي قاعد يسوي. حالة الدفاع الشرعي هاي شروطها 3، لازم يتعذر الوصول إلى السلطات العامة، يعني يتعذر الوصول إلى 3 تسعات إن أنت تتصل فيهم أو تلجأ إليهم. يجب أن يكون خطر حال ومحدق، يعني الحين ستشيل على المسدس على راسي الحين، ما في وقت، لحظة دقيقة، ما في شانس، تتصل شرطة خلاص. والشغلة الثانية، الخطر ممكن يكون على النفس، على المال، أو على أحد آخر. يعني ممكن أنت تمشي تشوف واحد طلع سكينة حق صديقك وأنت صوبة، تقوم حالة الدفاع الشرعي بأن تدافع عن صديقك، يعني مو مشكلة، ما فيها إشكالية قانونية يعني. بس هنا لربما ندخل في حيثيات الإثبات، يعني إنه فعلا كذا صار. أستاذ عندي مثلا أنا حين قاعد في مكان بروحي، إنزين، ودخل علي شخص مثلا مكان خاص، مثلا بيت، شاليه، أي مكان، ودخل عليه هذا الشخص في ذا سكين، زين، وأنا في الحزة في المكان اللي فيه ما في سكين، مثلا خلينا نقول في نفس هالمايك بس ثقيل عادي، يعني شيء بط الراس، زين، على سبيل المثال ضربته والرجال انتقل إلى رحمة الله. أنا شنو موقفي؟ هل أنا أنسجن اليوم؟ اوكي، هاي في تفاصيل واجد، ما اتمنى يصير لك هاي الشيء، انت والاخرين وكل العالم، اي حد يشوف نفسه كل باب في الليل وغير الليل، ابوابكم لا تخلونها مبطله، مع يعني اذا انتم تخافون اوفر يعني. ولكن الحمد لله، الحمد والمنه، اوقات انسى اصك باب بيتنا، الباب مفتوح، الحمد لله ان احنا في ديره امان للامانه، يعني خصوصا الناس اللي يسافرون واجد برا يعرفون اني ايش قاعده اقول، شنو قيمه الامان اللي عندنا، ولله الحمد والمنه. ولكن يعني قد تحصل هاي الأمور البسيطة. في الحالة اللي أنت قلتها قد تحاسب فعلا. ليش؟ إحنا خلينا نعرف ندرس الموضوع، نرجع إلى 3 نقاط المهمة، نقاط إني ما أقدر أتصل في الشرطة، يتعذر إلي الوصول إلى السلطات العامة، الخطر حقيقي والآن الحين. 3 التناسب، أنت عندك شيء بالطراس وهو عنده سكين، اثنيناتهم فيهم مشاكل ممكن يؤدون إلى الوفاة، فلو أنت استخدمته ما عليه. بس مثلا يكون العكس، وهو عنده شيء مو سكين وهو عنده عصاية وأنت عندك مسدس، ما تستعمل مسدس مالك، العصاية تأثيرها يعني نفس تأثير المسدس، يعني حتى الأداة تفرق. رحم الله والديك. من كذي أنا أقول نسبة وتناسب. من كذي في جريمة اسمها جريمة تجاوز الحد الشرعي، في تجاوز الحد في الدفاع الشرعي، وهي منطقية وواقعية لو واحد بيفكر فيها بالعقل مو بالعاطفة. نقطة العاطفة يستخدمها القضاء في تخفيف العقوبة. هاي النقطة اللي الناس ما تعرفها، العقوبة ستخفف 100% في كل العالم. لا تنظرون بس للقضاء البحريني، لا، في كل العالم القاضي في منظوره إن في مشكلة حصلت خلته يتجاوز الحد، هذه النقطة قد تخفف عليه العقوبة، بس توضع في عين الاعتبار. بس مثلا في مجرمين، إنزين، لما بيجي يقتل أو بيرتكب أي جريمة ينخش وراء مثلا الدفاع الشرعي،
ممكن انها تنخش، بس على حسب ان هل الملابسات، هل الظروف اللي صار كامل المعلومات، هل هذه تخليني اصدق بحالة الدفاع الشرعي او لا. في كثير من القضايا احنا نقول ندفع فيها بوجود حالة الدفاع الشرعي، ولكن القضاء يشوف ان هي في الحقيقة ضرب افضى الى موت، ما فيها دفاع شرعي. وفي أمثلة كثيرة يعني، من ضمنها قضية ما اشتغلت عليها ولكن تم تدريبنا عليها في المعهد القضائي. كان في قضية إلى شاب وشابة تعرفوا على بعض وسكنوا مع بعض فترة من الزمن، حصل بينهم خلاف، ولما حصل هذا الخلاف دفعت المتهمة بأن هي قامت حالة الدفاع الشرعي، أن هذا الشخص كان بيعتدي عليها، فهي استخدمت حقها في الدفاع الشرعي. ما كان عندها أدلة كافية أن هي استخدمت حالة الدفاع الشرعي. لو كان في أدلة كافية، كان في كاميرا في الشقة تثبت إلينا أن في حالة دفاع شرعي، لكان تم الحكم أن في دفاع شرعي. ولكن الحكم ارتأى حسب ظروف القضية وحسب الأدلة الموجودة والتشريح والأقوال بأنها في الحقيقة ضرب أفضى إلى موت. وهذا اللي أنا ما أبغي الناس يدشون فيه. ما أبغى تصير عليكم تهمة إن ضربتوني الآخر حتى الموت، أو ضرب أفضى إلى موت، أو ضرب عن طريق الخطأ. وهذا اللي أحيانا يصير في الشوارع، حتى يكون الشخص مو قاصد يقتل، الشخص اللي سواه حقيقة مخالفة لقوانين المرور، ولكن المخالفة أدت عن طريق الخطأ بأن يصير في تهمة اسمها القتل عن طريق الخطأ، قتل غير عمد. وهو ما كان يقصد يقتل أحد، وهو بس كان يبي يتجاوز حق وصل بسرعة شغل، أو يتجاوز حق ما يوصل، بس غلطته وصلته إلى مكان ثاني. إحنا هاي اللي ما نبغي يصير. في نفس الشيء في الدفاع الشرعي، هذا اللي لازم الناس تفهمه. يعني ليش زعلت من اللي صار؟ لأن اللي عند الناس المهم لازم إنه يكون في ثقة بالقانون وثقة بالقضاء. يعني إذا جيت زعزعت هاي الريليشنشيب ما بين القضاء والمجتمع وخليت الناس ما عندها ثقة، فبتطالب بحقوقها. اترك الحقوق الأخرى بغض النظر عن ما يعتنقون الناس من أفكار، سواء كانت أفكار اجتماعية، ثقافية، سياسية، أيا كانت. ولكن يظل في شيء واحد يجمع هذا كامل ويرتب هذا كامل، هو القانون والقضاء. لا، أنا اللي كان حاس في خاطري وزعلانة منه أن هاي الصحفيين الاثنين أو القريبين الإخباريين في حساباتهم، إلا هذه العلاقة لا تمس، علاقة القضاء بالمجتمع، ثقة المجتمع بالقانون، بالسلطة القضائية، هذا لا يمس تحت أي ظرف. ليش؟ اليوم أنا إذا مسيته في موضوع بسيط، لأن أمبي مشاهدات، ولأن أنا صحفي أم بسبقه أم بأكتب، روحوا شوفوا دشوا سكارة وكو حاكموا هذاك لأن طلع السطور ليش؟ شو بستفيد؟ أنت بتستفيد على كإعلامي ترند. مثلا ترند وعلى سبيل التفاعلات لا والله. والإعلانات الربح ترجيهم. إيه، إعلان فوق ده اللي فوق البوست، فوق البوست. لا، مشكلتي وين الحين؟ مشكلتي إن هاي الأفراد بيصير عندهم عدم ثقة بالقضاء. باكر إذا صادته مثلا قضية عمالية ما بيروح يشتكي. وش هالقضاء اللي عندنا في البحرين؟ عرفت؟ بيصير فيه الناس يصير عندها فكرة إن أنا مالي حقوق، أو حقوقي إذا ضلت فيها ما حصلها، والقانون يمشي بالعكس. فأني أفضل أن الأشياء الاختصاصية، يعني هاي الخبر كان تخصصي جدا في القانون. شوف هاي قد الحين إحنا شرحنا عن النسبة والتناسب، وهذا ما قلت كل شيء وما قلت كل الاحتمالات، بس شرحنا بشكل موسع عن حالة الدفاع الشرعي والنسبة والتناسب، لدرجة إن أنت الحين قمت تسأل وفهمت قصدي شنو لازم الشخص يتصرف. حتى أني نفسي مرة صادتني وما كذب الله فوقي، رحت بيت ناس كان صديقتي تدليني بيتهم. هسه هاي البيت ما دشيت، طلع البيت غلط مو بيتهم، ودشيت من زمان بطلت الباب مال المجلس مال الأوادم اللي تقولي لا مو هاي البيت، اطلعي. يعني الحين أنا لو صار إني كذي دشيت بالغلط، بروح يركض يجيب لي شيء ويروح راسي فيه وبيقول قامت حالة الدفاع الشرعي دشيت بيتنا. أي حالة دفاع شرعي؟ ما سويت شيء. تسألني ايش تبين وين انتين؟ ايش؟ حتى أنا تخيلت روحي في هاي الموقف،
وما أعتقد إني أنا الوحيدة، أي حد يسمعنا يمكن صار موقف مشابه، إنه دخل بيت ناس بالغلط مثلا، صح. أو دخل حتى سيارة بالغلط. أنا فترة صديقتي مرة قالت إنه دشت سيارة ناس غير بالغلط، كان سيارتين يشبهون بعض صوب المحل، طلعت ودشت سيارة ناس غير. يعني هذا بعد يقوم ياخذها ويكفخها بأكبر ما عنده، يعني حالة دفاع شرعي ما يصير. يعني في امور معينه لازم احنا نحط بالنا اليها. وانا بالنسبه لي الا ثقه الناس بالقانون، بالعكس يعني حتى في حسابي اتعب واجد علشان ابغي الناس يكون عندها ثقه في القانون وثقه في اللجوء الى القضاء. وفي قضايا جت صعبه والقضاء كانوا يتعبون فيها، نفس ما اني اقول لحد الحين. وللأمانة في أشهر قضية انتشرت إلي قضية السحر والشعوذة، النيابة تعبت فيها جداً، وكل نيابة يعني أنا ما شكرت وجها لوجه، بس الحين كل ما أتذكر دائما أقول رحم الله والديه صراحة. تعب في القضية، تعب علشان يثبت الحقيقة، وهاي الشغل اللي يسوونه مو شوية ترى، علشان لأن أنا أشوف بعيوني أي قد يتعبون الشرطة وأي قد تتعب النيابة، أي قد يتعب القضاء. ما ألمع، ما أقول لك إنه ما في أغلاط، ما في أشياء ممكن تستغرب شلون صارت كذي، لا بلا، وتوصل إلى القضاء ونقول، لأن عمل إنساني، العمل الإنساني وارد فيه الخطأ. صح. وعشان كذي أنا موجودة كمحامية، هاي شغلتنا إحنا هني، إحنا نجود الملف ونشوف وين صار فيه قصور، إحنا ندافع، لأن هاي العمل أساساً ثقيل ومتعب. أكرر وأشدد إنه لازم نعرف هاي 3 أشياء، ونعرف شلون يكون في نسبة وتناسب، ونتذكر إنه ما يصير عصاية ومسدس، ما يصير، لازم نفس الأشياء، ولازم الخطر ما أقدر أوصل فيه للشرطة. يعني مثلا لو لا سمح الله لا يقوله صادق كذي، تقدر تنخش في واحدة من الحجار تقفل عليك الباب، أو تخليه هو داخل تقفل عليه الباب وتتصل إلى الشرطة. ما يصير تضربه وتقول حالة دفاع شرعي إلا إذا وجه إليك مسدس على راسك لا سمح الله، ضربك بشكل معين، عنده سلاح أبيض أو سلاح ناري من خلاله يبين إنه في قتل واقعي عليك، مو بس يتمشى فيها كافي، لازم يرفعها عليك في حالة الدفاع الشرعي. شوف استاذة، سواء تعرض يعني داش مسدس وبيضرب ما بيضرب، انا من ما اشوفه سيده بهج من المكان اللي انا فيه بهرب عنه، يعني ما بنتظره يضربني. في باب ثاني ممتاز. ما بنتظره يضربني، بهرب عنه، ليش انتظره؟ بنتظره يرفعها يعني، لا بهرب. جميل. هل تعتقدين ان بعض القوانين تخدم المهدد اكثر من الضحيه بسبب ضعف الاثبات؟ عفوا المهدد وليس المهدد. اوكي، أو نقدر نقول الشخص الأبسط المجني عليه. لا، القوانين يعني دائما ما تنحط لمصلحة المجني عليهم ولمصلحة المجتمع. ما في قانون نقدر نقول ماخذ على مصلحة أحد دون الآخر، لا. نقدر نقول عندي مشكلة عملية في الإثبات، في إثبات التهديد. لكن الحين في زمننا هذا الحمد لله يعني السوشيال ميديا ممتازة، واجد تصيد يعني أغلب قضايا التهديد والابتزاز اللي توصل الجرائم الإلكترونية عليها أدلة واضحة بالواتساب. انتهى موضوعها، عرفت؟ فبالعكس ممتاز. قد تكون هنالك صعوبة لو كان التهديد والابتزاز ما عليه إثباتات، هني تصير في مشكلة. مثلا ما عليه حادثة واتساب، ما عليه اتصال مسجل، ما في شيء ملموس اني اقدر اقول ان فلان هدد فلان او ابتزه بطريقة ما، هني يصير في عندي مشكلة وفي صعوبة في الإثبات في كل العالم، مو بس في البحرين. يعني أنا كل الأمثلة اللي قلتها يمكن يكون بعضها موجودة في البحرين، ولكن هذه قاعدة نقدر نقول بيسك حق كل العالم، كل القوانين. ما عندي إثبات كافي على أي جريمة كانت تعتبرها يعني نفس ما نقول الديث كيسز يعني كذي، فلازم يكون فيها إثباتات. الكلام اللي قلتيه أستاذة يمهدنا للملف الثالث، ملف التهديد. اليوم شنو أنواع التهديد؟ ممتاز، اليوم مواضيع جميلة. اللي بيتابعنا بيستانس واجد، اللي بيتابعنا بيحصل خير كثير من كم المعلومات أمانة. حلقة اليوم حلقة غنية جدا على فكرة فعلا، يعني مو غنية لأني موجودة فيها، لا، أنا أشوفها غنية لأن المعلومات ذهبية ويحتاجونها ناس واجد. بالكلام عن هاي الموضوع بالذات في معلومة ما يعرفها الكل، سرية جدا ما أقولها حق أحد، بس عشان برنامجكم واجد لطيف بقولها.
لا يعتبر اللجوء إلى السلطات العامة تهديد. وفي اعتقاد خاطئ سائد عند الأوادم، فلان هددني قال بيشتكي علي في مركز الشرطة، هذا لا يعتبر تهديد. لما أقول لك إن أني بلجأ إلى السلطات العامة لا يعتبر تهديد، هذا حق. أنا قلت إن أنا بستخدم حقي بمواجهتك. يعني اليوم لو اختلفنا لا سمح الله، أجي أقول لك ما عليه، أنا بشتكي في الجرائم الإلكترونية وخلاص، ما صار أقول هددتيني، ما صرت تقول أيوة بالضبط، لأن هذا ما في تهديد. أنا قلت إليك إن أنا بلجأ إلى السلطة العامة لأخذ حقوقي. أنا قلت لك، أعلنت إليك إن أنا بستخدم حقي بمواجهتك، فهذا لا يعتبر تهديد. فالناس تفكره تهديد. في ناس يجون استشارات، هددني يقول بيشتكي علي في مركز الشرطة. لا، أنت خفت من مركز الشرطة، أنت خفت لأنه هو كلمك مثلا بشجاعة أو حسم الموضوع، أو أنت توترت أو قلقت لأنه قال بيصعد الموضوع. مش شرط يكون خايف، مجرد قلق أو مجرد حدة أو حالة انفعالية بسبب التصعيد الموضوع. بس ما أقدر أقول إن هذا تهديد قانونا، لا يعتبر اللجوء إلى السلطات العامة تهديد. وهذا لناس واجد بغت تعرفه، لازم يعرفونه. شنو هو التهديد عجل؟ إذا هذا مو تهديد، وإحنا أغلبنا شعب والله العظيم طيب، حلفت، لأن أغلب اللي يجون يقولون هددني قال بيشتكي علي من تهديد، لطافة، قال أنا سأستخدم حقي بمواجهتك. هاي الترجمة فقط، هاي أعلى تصعيد عندنا مسكين، مو اشتكي في مركز الشرطة. مو مشكلة، يعني حتى الشكاوي في مركز الشرطة يتعاملوا معاها بطريقة معينة بحسب التعليمات وحسب الأوضاع، مو شرط يكون فيها مشكلة. حتى في قضايا حتى ما تتسجل، حتى نحل بين الاثنين ويتيسرون بيتهم. فالفكرة أن التهديد حقيقة مواقع في كل العالم، أيضا أكرر مو بس في البحرين، بس أن جبنا أمثلة على البحرين سابقا في جلستنا. تهديد هو أن أني أقول إن أنا برتكب نوع من أنواع الجرائم اللي يهدد فيه سلامتك. يعني مثلا في لغتنا الدارجة كخليجيين أو في البحرين، براويك تهديد. شغل الله تهديد. إيه، براويك شغل الله مثلا قد تعتبر تهديد. واجد قالوا لي براويك. إيه شنو متر؟ تهديد براويك يعني واجد انقالت لي. يعني أي عبارة ممكن إن هي تسبب إليك يعني قلق أو خوف على سلامتك النفسية أو الجسدية أو المالية. مثلا يجي واحد يقول لك، هاي بعد في المدارس تصير ساعات، فتعتبر هذه تهديد. ترى في الهدة براويك، لين طلعت أنا والشباب نحارسك. ليش؟ يعني أنت تقصدني، أنت بتضربني عقب ما نخلص من المدرسة، فهذا تهديد. يجي واحد يقول بكسر سيارتك إذا مرة بركنت هني مرة ثانية. لما أقول إني أنا بكسر السيارة، أنت قاعد تهددني على سلامة أموالي. أو مرة ثانية ببطل راسك أو بكسر راسك إذا شفتك طايف مني مثلا. أنا الحين قاعد أفكر في سالفة براويك. يعني أنا لو رافع قضايا على اللي قال لي كلمة براويك كم طلع. لا بس براويك عن براويك تفرق. يعني براويك اللي تجي في سياق وفي طريقة معينة. يعني في ناس مثلا يقول براويك ومجود عصاية. ايش قصدك تراويني انت مجود عصاية؟ يختلف. عصاية مثلا؟ لا بالضبط. فيعني تختلف، توظيف الكلمة يختلف. هذا نفس الشيء، التوظيف في التهديد نفسه موجود في قضايا السب. مثلا في قضية مرت ان الشخص قال حق آخر في مجمع من الناس، لا أنت ولا 10 من أشكالك ولا أهلك كامل مثلا يسوون حقي هاي الحركة. هذا من قبيل السب. ليش؟ لأن السب هو ما كل كلمة تنقال حتى لو ما كانت، يعني هو السب والقذف. القذف معروفة عباراته، هذه العبارات الغير لطيفة اللي تنقال في الشرف والكرامة. حتى السب أي كلمة تنقال تقلل من شأن واحترام الشخص وشرفه وكرامته. يعني مو شرط تكون سب بشكل مباشر، يعني أروح أسب فلان بسبة معينة، أقول له اسم حيوانات أو أقول له كلمة غلط. لا، ممكن تكون مو كلمة غلط ولا كلمة فيها
أسامي حيوانات أو شيء ولا قذف، بس يكون عبارة بما معناه أبين فيها تحقير إلى شأنك أو احترامك. نزل من قيمتك. وكان من ضمنها هاي الكلمة اللي انقالت في مجمع الناس لما تهاوشوا هاي الاثنين، قال لي لا أنت ولا 10 من أشكالك ولا أهلك كامل أصلا تساوون شيء تحتي مثلا. فهاي بالطريقة أو المعاملة بزيادة بالاستحقار وتحقير، ففشل قدام الناس أنه قال لي كذي، فهذا سب. وأنا خلني أفجر إليكم مفاجأة يعني شوي زيادة اليوم، زادت المفاجآت في الحلقة. أنا تم اتهامي سابقا أن أني تعرضت إلى الآخرين بما يقلل من احترامهم وشأنهم. هني نقطة لما بقول حق الآخرين، في فرق لما أنتقد ولما أحقر. لما أنت اليوم مثلا مقدم برامج أو شخص عنده خبرة معينة تطلع إلي في برنامج وأنتقد أسلوبك، أقول مثلا أسلوب لا يليق، أو هذا مو غلط، أو سوري هذا مو صح، أو أيا كان، وأقوم أحط في حسابي مثلا وأقول إيش رأيكم في الإعلامي فلان أو مقدم البرنامج فلان، يجي الناس تكتب آرائها في استعراض. هاي الآراء اللي الناس كتبتها، شخص أني كمثير إلى الأمر إذا كان فيها غلط عليك كشخص أحاسب قانونا. حتى مو أنت اللي كاتب الكلام، المتابعين. إيه تحاسب قانونا. ولكن إذا أنا تعرضت إلى عملك كإعلامي، قلت التقديم، الطريقة، الأسلوب، ما تعرضت إليك أنت كشخص، لا غلط عليك، لا حقرتك، لا أهنتك، لا سبيتك، ما قلت عنك ولا شيء. أنت مثلا لا الناس ما تعرفه، يعني الفاصل ما يفصلون بين الانتقاد والتجريح والتحقير. بالضبط. وهذا بعد يعود إلى العمل. يعني اليوم إحنا قاعدين في هاي القناة نسوي هاي البرنامج، هل أني أقيس قيمة كل فرد اللي اشتغلوا في العمل، قيمتهم من قيمة العمل اللي قدموه كلهم؟ ما يصير لما أجي أنتقد البرنامج ومواضيع البرنامج وأنتقد الإعلامي اللي في البرنامج يروح يشتكي عليه ويقول هذه تسبني. ما حجة صوبك. في عالم الناس ما تفهم عالم آخر. أنا هاي حضرته في السنوات الأخيرة، عالم المسرح. فعالم المسرح يبسط لنا الفكرة حتى توصل إلى الجميع. يجي في مهرجان مسرحي، يخلص المسرح يكون في ندوة اسمها ندوة تطبيقية. صحيح. الندوة التطبيقية يقعد المخرج معاه ناقد، والمخرج وهو اللي اختار الناقد اللي بيشرشح العمل. يقوم العمل كذي 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 كذي، اللي يحس المخرج من إحباطات شخصية أو أيا كان ما يقدر يقاضي الناقد، مو لأنه هو جايب لنا بس، لا، لأن الناقد تكلم بشكل موضوعي. الناقد نقد العمل والناتج الفني اللي على المسرح، ما نقد شخصك ولا نقد الممثلين ولا نقد أيوة. وإذا تكلم من طريقة فنية أكاديمية علمية. ففي فرق ما بين إن ما يصير المخرج يقول سبني لما قال العمل إسفاف وتهريج، قال العمل إسفاف وتهريج، ما قال أنت إسفاف وتهريج. ببس الواحد ممكن في الداخل يشخصنها لأن أنا اللي سويت العمل وأنا اللي كتبته، وش يعني قصدني أنا؟ لا، ما يصير يروح يقول كذي. وأغلبهم ما حد يشتكي على حد ويروح يسوي سالفة. ليش؟ لأنهم فاهمين إن هذه المين ايديا، هاي الفكرة. إحنا النقد عالم، النقد علم قائم بذاته يعني. فما يصير إحنا نتهم الأشخاص ونسبب مشاكل لنفسنا وإلى الآخرين وإحنا مو فاهمين وش يعني اللي قاعد يصير قدامنا. ففي فرق لما أني أوجه، أني لي حق، وهو حق، هاي الحق اللي إحنا دائما نتغنى فيه من خلقنا للحين، حق حرية التعبير. هذا حرية التعبير. حرية التعبير والرأي هي إن أنت تقول كل اللي تبغيه، كل اللي خاطرك، بما تتوقف عند حد معين لما توصل إلى أن أنت تمس الآخر في شرفه أو في اعتباره. بس في ناس تجي تقول لش أستاذ أن في نقد بناء وفي نقد هدام. نقد خلينا نشرح لهم الأولى عشان نشرح لهم الثانية.
ما في شيء اسمه هدام في النقد، لأن النقد إذا ما كان يمس يعني يمس الفرد هو نقد وبناء أيا كان. حتى لو أجي أقول هذا العمل صراحة مثلا شو أقول، في واجد ناقدين خلينا نقول مثلا برنامج توب شيف، برنامج الكل يقول ان الحكام جدا حادين في التعامل مع المتسابقين. اذا ما حد غلط على المتسابقين، يعني مثلا يجيك شيف مارون يقول له شو كنت بدك تفرجيني في هالطبق، ما فهمت شيء. يجي يقول له انت كشيف داخل، انت تترجم، انت عملك كامل كشيف داخل الطبق شنو فيه؟ لا هزأ أحد، لا غلط على أحد، لا شيء، يتكلم عن الطبق. بس الشيف اللي زعلان، اللي يبغى يفوز، اللي يشخصن الموضوع بينه وبين نفسه، بس قانونا ما في شيء. اجتماعيا قد تكون هنالك مشكلة بالنسبة إليه أو أيا كان نفسيا، ولكن قانونا لا توجد مشكلة، لأن النقد انصب على العمل اللي أنت قدمته على الصحن، مو على شخصك. فهني هاي المشاكل اللي ممكن توصل إلى القضاء، والأفضل إنها ما توصل للقضاء، لأن إحنا الحمد لله شعب لطيف يعني، ولازم نحل المواضيع بين بعض برقي أكثر من ذلك. يعني إحنا مو قاعد نشغل القضاء على كل كلمتين، هذا قال لي وسوى لي ويصير شغل إلى القضاء، مع أن هذه حقوق يعني، وأنا أقول للكل طالب فيها. بس في الأخير يعني ما تسوى، خصوصا على الشباب الصغار. وراكم شغل، وراكم حسن سيرة وسلوك وجامعات، فالأفضل إن أنتم تبتعدون. يعني دائما هاي لأحاتي وأخاف منه، إن تشكل قضايا على الشباب الصغار، وبعدين بيتمشكلون في الجامعات وحسن السيرة والسلوك والأشغال. ليش هذا كامل؟ نحاول قد ما نقدر يكون عندنا ثقافة، نهتم يعني، بدل ما نتابع الناس التافهة والفاشلة أو الناس اللي بس تدور من مطعم لمطعم. هاي ما له داعي. نتابع أشياء مفيدة، نحاول نحسن من نفسنا يعني، حتى ما نوصل لهذه المناطق. لازم يكون عندنا ثقافة كافية حتى ما نوصل. يعني حتى لو الشخص يفكر فيها ساعات، إحنا في جلسات الصلح مع الأفراد، الأب أو الأم يقتنعون يتنازلون متى؟ نقول لهم مثلا يعني تشوفون إنه شباب قد بعض، حتى لو اختلفوا وتشتكي عليه، تصيده مشكلة، يخسر جامعته. أنا آخر فترة كان عندي قضية كذي، انطرد من الجامعة بسبب وجود حكم قضائي عليه. يعني لو حالين الموضوع بين بعض ولامينه، مو أحسن من أنتم توصلونه ويكبر الموضوع؟ مو كل شيء ينسكت عنه، أكيد في أشياء ما ينسكت عنها، في أشياء لازم توصل حتى لو كان حدث. إن شاء الله مو شباب وراء جامعة، إن شاء الله يكون حدث يعني من يعتبر طفل أقل من 18 سنة، إن شاء الله يكون في أشياء ما يسكت عنها فعلا لازم توصل، خلاص ما لها حل. بس في أشياء لا، ممكن إحنا نلمها بالتفاهم بالود وبالثقافة الكافية للأفراد، أفضل يعني. هل التهديد اللفظي وضحتي أستاذة يختلف عن التهديد الفعلي؟ إيه، اليوم أنا مثلا شخص هددني في التليفون، أوكي إنزين، هذا عندي دليل عليه. إنزين، إذا شخص هددني وأنا ما عندي دليل عليه شو أسوي؟ واجد صعبة، لازم تجيب دليل. من وين أجيب الدليل؟ إذا هو مهددني أجيب عليه دليل؟ إيه، هذا في شيء أمني وقانوني أيضا. ممكن تروح مركز الشرطة تقول إن أنا قاعد فلان يضايقني، قول لي كذا كذا. ممكن أن يتم استدعاء حسب الحيثيات. يسألونك الشرطة مجموعة كبيرة من الأسئلة، على أساس هاي الأسئلة يقدرون يستدعون هاي الشخص، أو يقولون إليك إن إحنا ما نقدر نستدعيه على حسب. أوكي، إذا كان حسب الرؤية شيء معين موجود في الموضوع يعني أمنيا يستدعي الاستدعاء، بيستدعون الشخص الثاني، ولربما يطلب منه مجرد تعهد إنه هو ما يقرب صوبك أو مثلا ما يتعامل إياك. وموجودة هالنوع من القضايا، يروح ناس يشتكون جيراني مضايقيني، جيراني ومركز الشرطة يعني يستقبل هاي النوع من الشكاوي. شنو تأثير إثبات أو عدم إثبات التهديد على سير الدعوة؟ طبعا إذا ما كان فيها نفس ما احنا بدأنا عدم وجود إثبات، يعني عدم وجود تهمة أصلا.
ما في إثبات، ما في تهمة، فما في قضية أصلا يصير. حتى وإن صارت لربما تسير في مركز الشرطة بنحو معين، لربما تغلقها النيابة لعدم كفاية الأدلة. فيفترض أن يكون عندي إثبات ودليل قدر الإمكان، يعني إذا ما في بيكون مستقبل القضية شبه معدوم، يعني ما في مستقبل إليها إذا ما في إثبات. يعني من خبراتك أستاذة، تحسين الناس يعرفون حقوقهم؟ شنو يسوون؟ شنو الفعل اللي يلجؤون لمن إذا تعرضوا للتهديد؟ هل من خبراتك تحسين الناس عندهم ثقافة أو معرفة كافية حقوقهم؟ صراحة لا، وهاي من أحد الأسباب اللي خلتني أكافح في السوشيال ميديا وأتم في حسابي وأحاول، وأسباب وجودي اليوم هني وكلامي اللي طولت فيه يمكن واجد وحطيت فيه تفاصيل. هاي السبب. محتاجين ثقافة قانونية أعلى من ذلك، لأن ولله الحمد والمنة إحنا في البحرين أقدر أقول لك إن عندنا طاقات وعندنا دراية وعندنا يعني عندنا تميز كشباب بحريني فعلا. يعني أقدر أقول لكم أني مستانسة ومرتاحة، وأتحدى أي أحد يقول كلامي غلط إن إحنا مو شباب مكافح وواصل وإلى إنجازات وإحصائيات حتى رسمية. ولكن هاي الثقافة اللي عندنا شوية لازم تروح فوق أعلى القانون، لأن إحنا متميزين، لأن إحنا متمكنين وقادرين مقارنة بواجد دول اللي عاشوا ودرسوا برا يفهمون وش أقول، إن إحنا جدا راقين ويلزمنا نرفع زيادة بعد ثقافة قانونية. وهاي سبب وجودي اليوم. يعني أتمنى إن هاي خصوصا هاي الأمثلة اللي قلتها أنا عزيز علي ما أقولها حق أي أحد، وعادة ما أقولها عذرا، عادة ما أقولها ويا الزملاء عادة تخصصيين، ومو أي حد يقدر يفهمها، بس حاولت أبسطها قدر الإمكان حتى توصل المعلومات. فخصوصا في التهديد يعني غالبا ما يلجؤون إلى الأهل. وش أسوي؟ ما أدري كذي بهالطريقة. مو غلط، ممكن يكون صح في بعض الأمور، بس لازم يعرفون في طريقة باللجوء إلى القانون. خصوصا البنات لما يستحون إنهم يقولون فلان هددني أو ابتزني أو كذي، مو مشكلة، ممكن إن هي تعطي وكالة إلى أي أحد من أفراد الأسرة، مو شرط حتى محامي إذا ما تبي الموضوع يكبر. وممكن إن هي تلجأ إلى إن هي تطالب بحقها القانوني عن طريق وكالة تسويها حتى حق أحد أفراد الأسرة، مو لازم تكون محامي، توكله بأنه يباشر هذا الموضوع بالذات أو يباشر أي شيء أمام المحاكم. هل صحيح أستاذ أن هالنوع من هالقضايا، قضايا التهديد أو التحرش أو الابتزاز، هالنوع من هالقضايا عندنا في البحرين القانون يأخذها بسرية تامة، مو للعلن، ما تتعرض للنشر أو للفضيحة بالمعنى الدارج يعني؟ إيه أوكي، لا الحمد لله ما بالعكس تأخذونها بكل سرية، خصوصا اللي يتعلق بالجرائم الإلكترونية في التحقيقات، سرية تامة وهدوء وما حد يدري ولا يعرف. في كل أنواع القضايا ترى فيها سرية وهدوء وما حد يعرف، إلا إذا نوصل إلى منحنى الأخير في المحكمة، هني يصير عندنا بحسب المبدأ القانوني مبدأ علانية المحاكمة، وهو المبدأ العظيم في كل العالم وبس في البحرين، لأن هذا المبدأ هو الذي يقيد ويحدد نزاهة للقضاء. بالعكس إلى المحاكمة ممكن أن يصير في شيء من العلنية، فلانة يسمعون اللي قاعدين، ولكن ممكن جدا أن يطلبون طلب من القاضي خطاب رسمي أن منعا إلى الإحراج إحنا نبغي جلسة سرية، يخلونها إحنا نسميه نهاية الجلسة عقب ما يخلص القاضي الشغل كامل اللي أمام العامة، لو سمحتون تفضلوا. نفس ما يصير في قضايا مثلا لا سمح الله زنا المحارم وما إلى ذلك، الكل يمشي، فقط المعنيين بالقضية اللي موجودين تقفل باب المحكمة. نفس ما يصير بالضبط إذا في أحد زاير المحاكم الشرعية أو ما يزورها، هاي نفس المفهوم وهو السرية. شلون يصير؟ إن القاعة ما حد داخل، وهذا ممكن يطالب فيه.
من كذي قلت هي تسوي قضية مثلا هي بنفسها الشخص اللي أو البنية أو الرجل أنثى أو ذكر تعرضوا إلى التهديد والابتزاز ما يدشون المحكمة أصلا حتى مو لازم. وإذا تم استدعائهم أو طلب استدعائهم من القاضي ممكن أن تكون الجلسة سرية ما حد يكون فيها بطلب، يعني هي قانونا وغير ملزمنا يكون فيها سرية، يعني تهديد وابتزاز مو زنا مو قضايا متعلقة بالأسرة. يعني عادة قانونا اللي فيه نص عليه بأن تكون جلسات سرية غالبا اللي يكون وضعها حساس أو غالبا تكون ما تتعلق بجرائم الأسرة، تكون داخل الأسرة مثل المثال اللي أنا ذكرته. بس في بالعكس في تعاون وموجود إنه ممكن تكون آخر الجلسة وكلش ما حد يدري. والفترة الأخيرة أشوف حتى بعض النساء يجون يلبسون كمام أو يلبسون حتى برقع والدش حتى إذا هي ما تبي أحد يعرفها، يعني هاي يسوونها. يعني بعض الموكلات هي ما تلبس برقع أصلا أو ما بس دي لابسة البرقع أو الكمام حتى ما حد مثلا يعرفها، ممكن تستخدم هاي الأسلوب إذا هو مريح بالنسبة لها. فقط القاضي يتعرف على هويتها وترد ترجعه، يعني القاضي فقط تعرف على الهوية يعني. جميل. فبالعكس في سرية وكل الأمور طيبة ولا حد يحاتي في كل أنواع القضايا، ولكن المبدأ علانية المحاكمة خلى الكل يعرف أن هاي المبدأ الممتاز. إحنا مو موجود عندنا في البحرين أن تنقل المحاكمات عن طريق الكاميرا إلى كل العالم، بس مثلا موجود عند القاضي اللي مؤخرا توفى في محكمة المرور في أمريكا ينشرون ملابسات الجلسة كامل. في مصر من A to Z القاضي وش قال وش سوى كل شيء وموجودة مقاطع على ساعات انشرها عندي في الستوري أحط إلى الناس إن هذا قاضي مصري كذي يتكلم، يعني محامي كذي محطوطة وتنقلها الصحافة تنقل على القنوات الإخبارية مباشر حتى. تعالوا تشوفوا هذا قاعد يصير الحين في المحكمة، يكون رادع بعد فعلا حق القضية نفسها. وهذا المبدأ علانية المحاكمة من أرقى المبادئ اللي أنا جدا أحبها، لأنها من المبادئ اللي أنت تكون فيها مرتاح وتضمن فيها الحيادة والنزاهة في القضاء. إحنا اليوم مجتمع بحريني محافظ يعني جدا. تتمنين إن كمتني ما في كاميرا بس تتمنى إن يكون في كاميرات. يعني احنا الحمد لله رب العالمين ما عمره مرت علي انا بنفسي قضيه ان اقول لك فيها لو مثلا ان انظلمنا او في لا الحمد لله ما في شيء. يعني اني اتمنى الكاميرا. ليش؟ أنا أشوف إن تمثل رادع أكثر إلى البقية، لأنهم يشوفون إيش قاعد يصير في المحكمة يخاف. اللي مخطط لجريمة لا مخطط لجريمة لا أنا أشوفها زين بس مو لازم. خلاص إحنا في البحرين يعني عددنا قليل وبسيط والقضايا بسيطة وحتى وتيرة ونوعية القضايا معروفة. يعني برا مثلا نتكلم عن تركيا عن مصر إن في هاي أو أمريكا أو أوكي نفس المبدأ نفس الأهداف، ولكن حتى عدد القاعة ما يسعي يعني ما يكفي الناس لين كلهم يبغون يسمعون في القضية ما يكفي، فينقلونها بالكاميرا عشان ما يصير فوضى داخل المحكمة. قعدوا طالعوا البث أو طالعوا الصحافة بتنشر كل شيء يعني. فهاي من أحد الأسباب على ما أعتقد المهمة يعني اللي يمكن أهم، لأن هي ترى يعني إحنا نسميها ضمانة من الضمانات للمحاكمة العادلة. مبدأ علنية المحاكمة هي ضمانة من الضمانات اللي تضمن محاكمة عادلة، بس مو السبب في المحاكمة العادلة. يعني مو لأن ما في كاميرات يعني الأحكام ما فيها عدل، لا ما له علاقة، لا مو هذا المقصد. يعني هاي أهم شيء لازم يعرفه المشاهد، يعني لا مو الكاميرا يعني رقابة، لا أبدا. هي مجرد لنقل الصورة للناس وللمشاهد ولردع اللي يبغون يسوون جرائم. قبل لا انتقل إلى المحور الأخير بس عندي سؤال. أنت اليوم كمحامية لما توصلش قضية موكلة شلون تتعاملين إياها من البداية للنهاية؟ أنا أتعامل معاهم صراحة بصدق يعني، والزملاء اللي بيتابعوني يعرفون أتعامل يا غلط يعني أتعامل أشخصنها. قضية الموكلة ناخذ قضيتي أنا عشان أشتغل عليها قد ما أقدر بكل طاقتي، لدرجة إن إن شاء الله زميلي يكون طالعني عشان بيكون إثبات على صداقيتي. يعني يقول لي أنتي لما تبطلين شخصنين القضايا اللي يجونش، قضية مو قضيتش، ترى هاي مو مشكلتش،
يعني ساعات توصل له منحنى، بس ما قلت الإثبات صعب أو يصير شيء ما يعني آخذها منهم قضاياي. بس التين الطريقة اللي قاعد مشكلة صايدتني، بس الطريقة اللي يعني لو بنشوفها من منظور آخر أنا ما أشوفها غلط، وايد غلط. يعني لا مو غلط. إذا أنت متفانية في شغلك، أنت مجتهدة في الشغل، تحاولين تطلعين الحقيقة، ما أشوفها غلط، بالعكس. يعني الحين مثلا على سبيل المثال، الحين شلون تعرفين الموكل اللي جاي صادق ولا كاذب؟ هذه يعني تبين إليك يا الوقت وبعد من طريقته. ساعات أنت تعرف وهو يتكلم صار عندك خبرة أنه ما قاعد يقول الصدق. إذا تسألك هذا سؤال شوي خصوصا لما تدش بعد تتمرس أن أنت تحاول تدش جلسات التحقيق، تقدر تعرف لوادم اللي قدامك إنه من نوعية الأسئلة قاعد يقول الحقيقة أو خلافها، تقدر تصيده. وحتى ويا الوقت أنا مرة صادني في موكل قص علي صراحة، صارتني وهاي من الأشياء اللي هم يفكرون إن فيها إن إحنا بلا ذمة وبلا ضمير، وإحنا ساعد ناس ظلمة، ويروح يجيبون لك فتاوي بعد من مشايخ إن شغلتنا حرام، مع إن شغلتنا لها تأصيل إسلامي. أنا آخذ وكالة، اللي متخصصين في الدين يعرفون إن في شيء اسمه وكالة في الإسلام تنعطى إلى شخص آخر يسوي كذا كذا كذا. متى أنا يصير اللي أكله حرام أو اللي أسويه حرام؟ إذا أنا متيقنة إن أنت على باطل، وبالرغم من الباطل اللي أنت فيه أنا أساعدك عليه، هني أنا حرام اللي أسويه. لكن أحيانا فعلا مواقعا ما يقول الصدق اللي قدامي، وما أقدر أعرف وش السالفة، لدرجة إن أنا أقول لك إن حتى القضاء يتعب وياهم يبقى يعرف وش السالفة عدمين الموضوع من الصح من الغلط تضيع إياهم. وهذا اللي يصير في المحاكم الجعفرية غالبيتها للأمانة. تشوف إن اثنيناتهم يجون شخصين، هذا مستعد الطرفين أزواج، هاي يحلف وهي تحلف، هي تجيب شهود وهو يجيب شهود، هاي يقول شيء تضيع وياهم. بعدين يجون يقولون لك يتأخر الحكم في المحاكم، ما يتأخر بالفراغ، يتأخر لأن احنا ضعنا إياكم صدق يعني. واحد ما يصير هو نفس القصة اثنيناتهم يحلفون عليها صدق من احنا لا نتكلم في القانون، يعني إن في فرق وشذي في القانون، إن اليمين الحاسمة والمتممة. احنا مو هني أنا أتكلم حق أحد تخصصي قاعد يتابعنا، مو هني. احنا نتكلم عن داخل الوضع، الواقع يسمونه واقع القانون، واقع الأمر. يعني هني الفكرة اللي لازم الناس تعرفها. يعني وكذي أنا أقول دائما الحل ما بين الأطراف. قاعدة إن أبداً في حياتنا كلها لا نفكر إن القضية يجودها القاضي، لا، القاضي يدير ويشرف على القضية، ولكن القضية في الحقيقة اللي يسيرها المدعي عليه. القاضي يشرف عليها ويكيفها بشكل قانوني، لكن لا يتحكم فيها. اللي يتحكم فيها في الحقيقة المدعي عليه. قد ما صعبتون الموضوع وصعدتونه بيتم فترة في المحاكم وما بينحل، لأن إحنا مو الله نعلم الغيب، ولا القاضي يعلم الغيب عشان نجي نلزمه يعرف إن هذا صادق لو أجهزة كشف الكذب وهاي كل حكي فاضي. ففي مسؤولية على عاتق بعد القضاء ترى كبيرة، وحتى على عاتق المحامي اللي يشتغل يعرفها. يعني علشان كذي يعني أبي الناس تفهم هاي الأفكار المهمة اليوم، يعني أعطيهم هدايا واجد اليوم. يعني شنو أطول قضية مرت عليش؟ ما في أطول من قضية السحر والشعوذة مرت علي. ما في قضية شائكة ها؟ قضية جدا، يعني في قضايا طويلة مرت علي، مثل قضايا حوادث السيارات تجي شوية طويلة بعضها، خاصة إذا كان فيها أحكام قضائية تأخذ إياك سنة بالمجمل، مو في القضية يعني في الدرجة الأولى. إحنا قانونا عندنا واجد درجات، يعني تصدر القضية عندك وقت، يعني تصدير القضية عندك وقت إن هاي القضية تقوم تستأنفها تميزها كذي. فهاي التوتال يعني يكون شوية القضايا دي شوي طويلة إذا كان فيها أحكام معينة أو تتزامن يا شيء معينة، بس بشكل كبير الفترة الأخيرة يعني خلال شهور القضايا مخلصة.
خلال شهور بشكل عام يعني، بس ما في أطول من دي خلاص. أطول منها ما في الشغل يعني. ما تمللتين منها؟ صراحة إيه تعبت صراحة، واجد تعبت يعني، ما زلت تعبانة وما زلنا ما خلصنا. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا يوفقكم إن شاء رب. الله. أبى أنتقل حق المحور الأخير في هذه الحلقة، محور الابتزاز. شلون يعرف القانون الابتزاز وشنو أكثر أنواع شيوعا اليوم؟ تمام، بعد ما بعرف بشكل قانوني بنقول قصة وشرح بسيط حتى نفهم شنو يعني ابتزاز. الابتزاز هي حالة من حالات الإكراه، شخص معين يكره الآخر على عمل معين ليستفيد بمكسب ما، سواء كان هاي المكسب مادي معنوي يعني. هاي الشخص نفس ما نقول يمسك عليك شغلة، وهاي الشغلة تلبي فيه طلباتها كلها بناء عليها. شنو يعني وجود شخصين، شخص يكره الآخر على عمل ما لمنفعة معينة، هاي اللي هو الابتزاز. لازم يكون في إكراه، لازم يكون في مكسب وسيناريو معين. هاي السيناريو يتغير. هني يجي حق الأنواع، في ابتزاز مادي، ابتزاز معنوي، ابتزاز إلكتروني وهو الشائع طبعا حاليا، والابتزاز الجنسي. هاي الشخص يكره الآخر على عمل معين لا يريده، بغية المحافظة على سرية معلومات معينة أو عدم فضح أمر معين. يعني نبسطها أكثر، أجي أني لا سمح الله أبتز الطرف الآخر، أقول إليه عندي فيديو مسجل عليك وأنت بحالة مثلا في أمر سري، بفضحك قدام زوجتك مثلا على أمر معين، مو شرط يكون أمر يعني مخل بالآداب، أي أمر معين وهو يبي يحافظ على سريته، أنا مستمسك عندي عليه مثلا. أروح أقول إليه إذا ما سلمتني المبلغ المعين بنشر هذا الأمر إلى عائلتك. هذا ابتزاز، قامت حالة الابتزاز. ابتزاز معناته شخص يكره الآخر على أعمال معينة بغية مكسب معين. الإكراه يعني شنو؟ يعني ما بيعطيني المبلغ وهو مرتاح ويضحك ومستانس، بيعطيني إياه وهو مكره يعطيني إياه، غصبا عليه بيعطيني إياه. ليش؟ على قولتهم باللغة العربية بلغتنا الدارجة، جودني من الإيد لا تعورني. هذا الغصب، جودني من الإيد لا تعورني، قال لي كذي فاضطريت أعطي مثلا هاي المبلغ أو هاي الشيء. هذا طريقة من طرق الابتزاز، يعني ممكن تكون دارجة حتى في الحياة احنا ما ندري ان هذا ابتزاز اصلا. يعني الفترة الأخيرة انتشرت قضيتين في الجرايد اليومية فيها ابتزاز إلى أطفال لأمور جنسية يعني. فهاي نوع من الأنواع، إذا الناس تطلع وتقرأ في الجرايد إلى الأخبار، هذا نوع من أنواع الابتزاز انتشر مؤخرا، وهو موجود وفي حالات قليلة حتى انتشرت في الصحافة. هذا لا يعني أن عدد كبير موجود ابتزاز عندنا في البحرين، لا، يعني هي مجرد حالة أو حالتين انتشروا في الصحافة، بس هذا لا يعني أنها موجودة بكثرة. ولكن احنا نقدر نقول أن حاليا بسبب العولمة والتطور والتكنولوجيا في كل العالم، قضايا الابتزاز الإلكتروني هي تحتل المرتبة لربما بالنسبة إلي الأولى في كل العالم، مو بس في البحرين. في البحرين موجودة، ولكن هي ليست ظاهرة مثل ما موجودة للأسف في دول حتى عربية ممكن يكون موجودة كظاهرة، ولكن إحنا في البحرين هي مجرد حالات، يعني ما امتدت إلى أنها لأن تكون ظاهرة الابتزاز. اليوم مع التطور مع التكنولوجيا، شنو اللي يفرق بين الابتزاز الإلكتروني والابتزاز التقليدي؟ اوكي، ابتزاز تقليدي هو تقريبا ما في شيء اسمه ابتزاز تقليدي، او اقدر اعرف ابتزاز تقليدي معناته بدون استخدام ما له علاقه بالتكنولوجيا. الحين في صعوبه ان تقول في ابتزاز ما له علاقه بالتكنولوجيا، لان اغلب الاوادم يا مسجل على واحد شيء، يا مصور على واحد شيء، يا عنده كابتشر محادثات معينه، فصار صعوبه ان انت تقول في ان في ابتزاز عادي بس موجود. مثلا أكون أنا شفت واحد مثلا متزوج بالسر وأنا طالعة من السوبر ماركت، أتصل فيه وأقول له ترى شفتك، وإذا ما هذا وبقول وبسوي وعطني وجيب لي وسوي لي عشان أنا بس ما أفضحك وأسبب لك مشكلة في بيتك الثاني مثلا. هذا ممكن يكون مو بدون استخدام، مثلا بس اتصلت، يعني ما في استخدام حقيقي للتكنولوجيا يعني أو شيء.
هذا بعد ابتزاز، لأن عادة هو الابتزاز يقوم على طلب منفعة معينة، وللأسف هو ما زال موجود بعض الحالات، يعني غالبا يكون دارج إنه في حالات التعارف الغير شرعي، سواء كانت بين الذكور أو إناث وذكور أو إناث وإناث، تلاقي للأسف موجود هاي النوع من هاي الأمور، إنه يلبي حاجات الطرف الآخر بمقابل إنه ما يفضح فضيحة معينة. برايش أستاذة، شنو الإجراءات أو المحاذير خلنا نقول اللي نخلي الضحية يعني تتباعد وما توصل لمرحلة إن هي تكون تحت الابتزاز؟ نقدر نقول المقصد الوقاية من الابتزاز. حلو. الوقاية من الابتزاز هي تشبه دينيا، نقدر نقول تشبه له ترك الذنب أولى من الاستغفار بالضبط. فأني أترك أي فعل في جريمة قانونية في تصرفاتي حتى ما أوصل لهاي المنحنى. يعني يجون ناس، هاي في مرة جتني استشارة على هاي النوع من القضايا، يعني مضطرة أقولها، يعني يتعرف إلى شاب غير متزوج، يتعرف على فتاة تعجبه بمظهرها الشكلي ويقيم معها علاقة غير شرعية. مع بالغ الأسف يكون ما بينهم محادثات فيديو كول في وضع مخلي الآداب، وتبتزه بعدين أو هو يبتزها، ممكن يحصل كذي أو كذي، ونوصل إلى منحنى قضية الابتزاز والتهديد. زين، ليش؟ من البداية لا أفعل أي فعل أمام الكاميرا يشكل جريمة قانونية أو فضيحة بالنسبة إلي. فنفس القاعدة، نفس الشيء، أحاول أني أنا كل تصرفاتي يكون ما فيها جرائم قانونية حتى ما يجي أحد ويسبب إلي مشكلة. يعني فهاي الفكرة الرئيسية أو القاعدة الرئيسية. هذه القاعدة الرئيسية إذا مشوا عليها البقية ممتاز، ما أحط نفسي في دي المواقف. ليش؟ لأن الشخص اللي بيبتزني عادة ما يتم الابتزاز بصور، فيديوهات مخلات بالشرف، بالأدب، بهاي الأمور. يعني بعضها يكون فيها أمور سرية نفس ما قلنا، ما في شيء مخل بالشرف أو بالأمانة أو بالأدب أو بأي شيء، ولا مخل، متزوج فقط ولا يريد للزوجة الأولى أن تعرف وجود الزوجة الثانية مثلا، ما ارتكب أي جريمة. ولكن هني في تكنيك ثاني لازم يستخدمه، هو تكنيك إنه يعتمد على المهارة في التواصل مع المبتز، إن أنت تبين لنا ما عندك مشكلة أصلاً، نروح سوا. في مرة إحنا ما وصلنا، بس استشارة، ما وصلنا إلى مركز الشرطة بهاي الحركة فقط. اتصلت لي كذي السالفة، قلت لها أوكي يبغى ينشر الصور، قولي ليه ينشرهم وعطي رقم الوالد بعد، قول له طرشهم ليه واتساب إذا تبغي. خليه يطرشهم. لا وش تقولين من صدقش؟ ما خليه، قولي ليه طرش، خليه يطرشهم، مش مشكلة. توهقينها؟ قلت توهقين، وهذا وابوي بعد وين؟ قلت له زين الله اعطيه رقم اخوش. زين خليه يطرش لهم، طرش لهم. حصلت اثبات على الابتزاز والتهديد واللي سواه بسهولة، حصل الدليل وراح اشتكي عليه. خليه يبغى يسوي كذي، خليه يسوي. قلت لها ما بيسوي، بيني نفسك موقف قوة وقولي مو مشكلة، مو هام مني، عادي، وخلاص. ما سواها فعلا، سكر الموضوع، ما شفناه من عقبها. يعني شوف هاي طريقة سر من الأسرار تعلمها. واجد عطيت السؤال اليوم، ما أدري إيش صاير. فهاي الطريقة يعني من أحد، بس هاي الأمانة يعني ما أنصح فيها ويا الكل. في مرة جاتني قضية في ناس ما يعني مو الكل تدفعية، قصدها الأستاذة أن في ناس ترى ما عندها لا ذمة ولا ضمير وممكن فعلا تنشر وتسوي. حصلت هذه بعد استشارة ثانية، قالت لي أنا سويت روحي قوية وشجاعة وشي، وقلت لي لا وهذا، وفعلا نشر فضحني، وهاي صارت. فما أقول إن هذه هي سبب أو هاي التكنيك صح في التعامل، لا مو تكنيك صح، بس أنا أقول ممكن نحلها بمهارة معينة من مهارات التواصل، بس ما ينفع الكل. لازم نسمع السالفة صح، ولازم نعرف الشخص اللي قدامنا سيقدم على هاي الفعل أو لا. يعني في ناس هي أدرى وأعرف بالشخص اللي قدامها، لأن تسأله تقول أعرفه من جنون نسويها،
أو من الطريقة بس حكي ينعرف من الطريقة تعرف الموضوع. يعني أبدا هذه مو الحل السحري، ممكن يطلع الرد فعل عكسي، يعني لا تاخذونها. بس الأفضل أحيانا إن إحنا نكون في حالة شجاعة. متى؟ خصوصا كقاعدة لما يكون ما في جريمة. يعني هذا الشخص عنده معلومة سرية ولكن هي لا تمثل أي جريمة، نفس ما قلنا غير مخلة بالآداب ولا بالشرف، ممكن هو يستخدم هاي القاعدة عنده. يعني دائما ما يتظاهر بالشجاعة ومو مشكلة وعادي وسووا اللي تسوونه، عرفت؟ لأن حتى أسرار الحياة الشخصية يجب أن لا تظهر. يعني مثلا أنا عندي مشكلة ويا ناس وصار بيني بينهم خلافات مثلا، وخلافات هذه سرية، يجي أحد من خارج نطاق العائلة أو في العمل يشيع ويذيع أن أنا على مشكلة مع فلان وبهذه الطريقة. هذا سر من أسرار حياتي، لازم لا يتداول الآخر، وفي عقوبة في القانون البحريني على نشر أسرار حياة الأشخاص. ما يصير أن أحد ينشر أسرار حياة خاصة. وهذا مرة صار في قضية في أحد القضايا، يعني من فترة مرت علي في وحدة طلعت في التيك توك تتكلم على طليقها، أصلا هو كذي وهو كذي وهو كذي وهو كذي. أوكي، هي طلعت تفضفض، مو مشكلة، ما في جريمة قانونية على الفضفضة في السوشيال ميديا، لكن نتين تطلعين تلصقين عبارات معينة بالطرف ما كان فيها سب ولا شيء ولا شيء، ولكن هي طلعت أسرار حياته إلى العامة، سووا وشالوا. هاي بعد شكلت عليها قضية تشهير بعد، يعني غير شوي، بس قد تكون يعني يعني إلى حد ما ترتقي توصل إلى منحنى آخر. يعني فعني لا يفكر اللي أنا بقوله، لا يفكر المبتز إذا راح ينشر صور وحياة والله بطل لايف يقعد يتكلم يفكر إنه خلاص إنه عادي وتوقف الموضوع هني. لا، هذا حتى يمكن قد يصل إلى التشهير، والتشهير عقوبته مو شوية، يعني قد تصل إلى الحبس، مو بس غرامات يعني. فالواحد ما يدخل روحه يصدق روحه لهالدرجة يعني. بس ما تحسين أستاذ أن من المخجل أن غالباً في مجتمعاتنا أن الضحية تكون ملامة أكثر من المبتز؟ اي للأسف. ليش؟ لأن قلت لك احنا شعب يعني عندنا شيء من الرقي، أو احنا راقين أساساً، ما بقول شيء من الرقي. يقول لك دائماً في بعد هاي مثل حليو شعبي أنا أحبه وجيد، يعني إذا بنستخدمه زين ترى، يعني يقول لك مش سيدة يحتار عدوك فيك، دائماً يقولونها. هذه صح ترى، ممتازة. فدائما يلومون الضحية، ليش انت ارتكبت خطأ او ليش سويت خطأ. هاي الملامة انا ما احبها صراحة واجد، ولكن فيها شيء من الصحة. مو غلط اني انا الوم اللي قدامي او اخليه يعيش حالة من محاسبة الذات قليلا، ان اللي سويت هذا غلط لا تعيده. هو أكيد عرف إنه غلط عقب اللي صار يعني، بس كنوع من أنواع الحرص والتربية المجتمعية ممكن إن إحنا نساهم في وجود مبادئ معينة عند بعض. ولكن يعني أنا أتفق وياك إن يتم لوم الضحية غالباً، وهاي مؤسف صراحة، يعني كفاية اللي فيها الضحية صراحة، حين تعبانة ومتضايقة ومهددينها أو سواء كان ذكر أو أنثى، يعني هاي الشخص تعبان يعني أصلاً، فإحنا تعبة زيادة. هاي غلط جداً غلط. هاي يعني يضعف حتى من عزيمة الشخص في المطالبة بحقوقه، حتى يخلي متعب إنه يطالب بحق معين. فأنا أتمنى إن هاي الشيء يندثر صراحة شوي، مو واجد يعني، ما في مانع ان احنا نعطي عبارات لوم للآخر، لكن مو كثيرا، لأن فعلا أنا أشوف أن غالبا الضحية هي اللي تتعب. غالبا حتى الضحية ما تبي حتى تطالب بحقوقها بسبب اللوم المجتمعي إليها. نصيحة أخيرة توجهينها للناس، للجمهور، للمجتمع من خلال هذه المواضيع اللي ذكرناها، السحر والشعوذة، الدفاع الشرعي، الابتزاز، التهديد، شنو نصيحة تحسين يعني الناس تفتقدها، تحتاج هذه النصيحة؟ وايد أشياء. يمكن هاي من أصعب الأسئلة اللي مرت علي من كم سنة. شنو أنصح؟ وش ما أنصح يعني، هاي كل اللي قلته كامل اليوم مجموعة نصائح، يعني الحمد لله صار في توفيق في إن إحنا نقول واجد نصائح.
بس الذهبية على ما أعتقد ثقافة ثم ثقافة ثم ثقافة. حتى في الأشياء اللي نعتقد إن إحنا ممكن ما نحتاج إليها أو ما نحتاج أو مو الحين مو ضرورية، لا كل شيء خل ضروري، كل شيء يخص الثقافة خصوصا القانونية ضروري. نفس ما قلنا مثال تجاوز حالة الدفاع الشرعي، قد لا يتوقع الشخص أنه أساساً يصيده كذي أو ما حد في باله أصلاً، بس بعدين تصير. فأني توصيتي إلى الجميع الثقافة القانونية ثم الثقافة القانونية ثم الثقافة القانونية بالثلاث. وأهم شيء إذا صارت أي مشكلة اسألوا فيها أحد مختص قبل لا تسألون الأهل والأصدقاء. دايركت أحد مختص. اللي يفكر أسوي دعاية حق نفسي يعني تعالوا استشيروني وادفعوا مبالغ، لا خلاص استشيروني وادفعوا مبالغ. لا أنا أقول لكم استشيروا أحد آخر. لا أنا أقول لكم استشيروها ودفعوا مبالغ. شكرا تسلم. فأنا أقول عادي استشيروا أحد آخر مجانا، أو حتى ممكن تلجؤون إلى مراكز الشرطة تسألونهم. اسألوا المختصين في القانون اللي متاح إليكم وفق القانون أن أنتم تسألون بشكل مجاني مثل مركز الشرطة، أو أن أنتم تسألون بعض المحامين اللي يقدمون استشارات المجانية. أنا لا أقدم فقط إلى بعض الجمعيات والمراكز اللي متعاونين إياهم بناء على مذكرة تفاهم ما بيننا، هذا ممكن يعني. فأني أشوف أن الإنسان يكون في سلامة ومأمن. وحين عرفت ايش لازم اقول لها، الوقاية القانونية هي خير من اللجوء إلي. حتى ممكن تلجأ إلي في استشارة حليك الموضوع أحسن من تلجأ إلي في قضية تكون شبه مسكرة ما أقدر أسوي فيها ولا شيء بعدين. فأني أشوف أن بنتقل لنصيحة الدكاترة، الوقاية أفضل من العلاج. لما يجون حقنا إحنا بعد نشخص، خير إلينا من اللجوء إلى المشاحنات والمطاحنات في المحاكم. حلقة جميلة استمتعت فيها جدا، ومتشوق عشان تنزل والناس تشوف هالحلقة وتستمتع في كمية المعلومات القانونية، النصايح. يعني للأمانة أنا أقول اليوم أنت ما بخلتي علي في ولا شيء، للأمانة عطيتيني كل اللي أبيه وزيادة، والتيم كلهم مستمتعين. يعني من أجمل الحلقات، سريعة ما حسنا بالوقت. شكرا أستاذة زهراء، كلمة أخيرة حابة توجهينها؟ أشكركم واجد. أنا بعدها يمكن تميز أكثر برنامج أو لقاء يكون في كم معلومات هائل كذي في أريحية، ما شاء الله عليك متمكن. الطاقم بعد يخلي الواحد يقدر يتكلم، يعني هاي يميزكم ما شاء الله، متمكنين الجميع جدا. أنا بعد سعيدة وأحب أني أفيد الناس، وأتمنى أنهم يشوفون الحلقة كامل ويستفيدون منها ويعطونا فيدباك، يعني على أساس إحنا نستفيد ونخدمهم قدر الإمكان اجتماعيا بشكل أفضل. فأني أشكركم جميعا، ونفس ما أنت سعيد هاي السعادة انتقلت لي وأنا سعيدة بعد. يعني تسلمين، ما قصرتين، نورتيني وشرفتيني في بودكاست ملفات. متابعيني، ألقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة وملفات جديدة. مع السلامة.